ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ تمام، انت عامل ايه؟ بص يا صديقي، انا زي الفل. قشطه. ده مبدئيا. نعم. ثانيا، بص احنا هنا. انا مبسوط ان انت مشرفنا. ده شرف ليا، ربنا يخليك. مشرفنا في ده مشهور قوي. آه، ايه ده مشهور قوي اصلا؟ هقول لك. يا اسطى، ازاي انت يعني انت جاي ومش عارف انت جاي فين؟ لا، انا شفت الاسم بس بفهم ايه فكرته بس. بص يا صديقي، هقول لك ده مشهور قوي جت منين. حلو السؤال ده، هقول لك عليه. بس خليني اروح حته معينه وارجع لك تاني بقى في ده مشهور قوي. ماشي. هو احنا البودكاست هنا، اصل الفكره جت منين؟ ان احنا كل الناس اللي بتطلع في البودكاست لازم يبقى بيتكلم حوالي 15 لغه، ومكتوب ولازم في اختصار بالانجليزي مكون من 3 حروف قبل اسمه، لازم يكون عمل حاجات غريبه. فاحنا هنا جايين نقول ان النجاح، الناس دي ممكن تكون ناجحه فعلا، وهي ناجحه او بشكل او باخر هي ناجحه، بس النجاح ليه معايير مختلفه وموجود في انماط مختلفه من الناس باشكال مختلفه، مش شرط يكون حاجه معينه. تمام. تمام. وبنحاول نرصد رحلات النجاح من اولها بقى، مش بعد ما الشخص وصل. لا، احنا في ناس شايفين ان هي فعلا عندها حاجه تقولها، والناس كلها عندها حواديت وعندها حكايات، هي بس محتاجه تتحكي بشكل معين بسياق معين عشان امم تبان ان هي حدوته. جامد. فاحنا شايفين ان كل الناس عندها حاجه. احنا مبسوطين ان انت منورنا في ده مشهور ربنا قوي. يخليك. بجد والله. حبيبي والله. وعاوزك ايه يعني، انا عارف ان الكاميرات دي واحد اتنين والحاجات دي ممكن تشد شويه، بس هي مجرد بدايه. انا عايزك بقى تنسى الكلام ده، عشان هو الموضوع كله اصلا هو موضوع مبني على ايه. احنا ما بنمنتجش يعني، يعتبر ما بنقطعش، ما بنشيلش حاجه بتتقال، البتاع زي ما بتصور زي ما حلوه الحاجه بيطلع. بطبيعتها كده زي ما هي. بالظبط. تمام. فانا مبسوط ان انت النهارده. ربنا يخليك والله. واول حاجه بحب ابدا بيها ان انا مش حابب بقى اديك مقدمه طويله. طبعا انا لو حسيت ان انت مقصر في تقديم نفسك انا هكمل ده، بس انا حابب ان انت قدم نفسك زي ما انت شايف الناس تشوفك. يعني انت حابب الناس تشوفك ازاي بدون تكلف، براحتك انت. اوكي. اسمي مصطفى حسن، عندي 24 سنه، خريج تربيه تاريخ ازهر، كنت بفضل الله التالت على الدفعه. لسه مخلص جيش بقالي 4 شهور. تمام. شغال اسيستنت مع مستر تاريخ حاليا. الخطوه اللي مع جنبها برضه داخل في مشروع مدرس ان شاء الله برضه. جامد. ده بجانب الشغل الاسيستنت يعني وكده، بس لحد ما خلاص بقى نزق ايه كده في مشروع مدرس مع حالي يعني منفصل. تمام. بص، انا حابب الحلقه دي تكون مختلفه. هي فعلا مختلفه. انا لما جيت احضر يا جدعان، مصطفى حسن صديقي صلق، فيعني انا مش هتعامل مبدا بقى إيه ان انا مذيع وهو لا. انا عارف حاجات كتير قوي عنده، فالتحضير عنه كان سهل وفي نفس الوقت كان مليان تفاصيل. فاحنا عندنا حاجات كتير قوي نتكلم فيها. ماشي معاك. فانا يعني ايه هنتنقل كتير، فخليك معايا بقى مرن كده واحده واحده، عشان احنا هنروح ونيجي كتير. معاك عادي. بص، انا انا عارف ان انت كان ليك تجربه مع السوشيال ميديا قديمه شويه، اللي هي كان تقريبا بيج اسمها صور صور كومنتات. كومنتات. كان تقريبا الكلام ده بتتكلم في كام سنه، 5 6 7 سنين مثلا. ده ممكن 10 سنين ولا حاجه. كنا لسه هي كانت اول ما طلعت كده، على فكره ان الناس بترد على بعضها مثلا في الكومنتات او في المسجات، مثلا حد يقول حاجه فحد يجيب له فكره مثلا من فيلم ولا حاجه ماشيه مع الكلام. طب هي البيج قبل ما تكمل، معلش انا اسف، البيج وصلت كام؟ كانت وصلت كانت كام؟ وصلت ممكن ل 110، كانت اعلى بيدج 110 ايه؟ 110,000. 110,000. الكلام ده بتتكلم في 2013 2014. بس ما كملتش فيها طب يعني. احكي لنا الموضوع ده، يعني احكي لنا الموضوع ده ابتدى ازاي؟ الفكره جات لك ازاي اصلا؟ الفكره ان لما لقيتها ظهرت فعجبتني، فعملت صفحه ليها، فبقيت بحمل حاجات، وانا عشان بحافظ افلام كتير وكده، فممكن مثلا اخش اسرش مثلا على فيلم كذا، مثلا قفشات فيلم كذا، فاجيب اجمد القفشات مثلا واقوم حاططها. بعد كده عملت لوجو مثلا برضه ليا وبتاع، وبعد كده بقيت بحطه بس. وهي الموضوع كان عارف كده، ما كانش فيه اجتهاد قوي قد ما هي كانت ماشيه برقاوي عشان حاجه جديده. حاجه جديده، وكنت بحاجه مختلفه، كنت برضه بتابع ايه. انا في عادتي مثلا احب اتابع اللي حواليا، شوف الصفحات مثلا اللي بدات تظهر جنبي بتنزل ايه وبتقدم ايه، فشوف انا هختلف بايه. هم مثلا بيجيبوا مثلا افلام قديمه، بيجيبوا مسلسلات، طب هم بيجيبوا افلام بس، طب انا اجيب افلام ومسلسلات. هم مثلا بيجيبوا افلام طب ما اجيب افلام ومسلسلات ومسرحيات. بيجيبوا مثلا على نجم معين او فيلم معين، وعمال يعيد ويزيد ويعيد ويزيد لما خلاص الناس زهقت. طب ما انوع، وهكذا بقى. طيب انت دلوقتي انت ليك تجربه دلوقتي برضو في السوشيال ميديا برضو، يعني انت لسه مكمل في موضوع السوشيال ميديا. ايه اللي اختلف وقتها عن دلوقتي؟ يعني انت ممكن تدينا مقدمه عن الشغل السوشيال ميديا اللي انت بتعمله حاليا؟ ده حاجه وده حاجه. اصل ده ساعتها كان عندي صفحه خاصه بيا، ما بقدمش اي محتوى غير ان انا بنزل صور كومنتات اللي على اسم البيدج، وهي كانت كده لحد ما جت وقت معين، وهي خلاص اصلا فاهم، هي الموضوع اتحرق خلاص، اتهرس يعني فاهم.
بقى زياده. خلاص، ما هو انت تقريبا الموضوع انت جبت كل حاجه ليها مثلا، في بعض الحاجات ليها اخر، مش كل حاجه ليها اخر. فبالنسبه لي خلاص، هو الناس يعني عارف هي حاجه كده مشيت يومين شهر شهرين ثلاثه خلاص خلصت، مبقاش حد يتعامل بيها. يعني ما بقتش الناس مثلا زي الاول ايه، حد ينزل بوست فترد عليه بصوره من فيلم مثلا تحطها، فالموضوع انتهى خلاص. بس انا وصلت فيه كان ساعتها والله حرفيا اعلى بيج حرفيا، اللي هي وصلت ل 110,000. طيب خلينا دلوقتي حاجه ثانيه بقى، دلوقتي دي شغل تاني خالص. هننوع ماشي الموضوع ازاي. احنا هناخد نقطة من حياتك العملية وبعدين ناخد حاجة من حياتك الشخصية. ماشي عادي. تمام. عيلتك، او حابب تحكي لنا ملخص عنها؟ حابب انا بالنسبه لي يعني لما اجي اتكلم عن حد في عيلتي فيعني امي يعني. هي كل حاجه حرفيا يعني والله مش كلام، ما بحبش انا يعني ما بحبش اتكلم عليها بصراحه كتير، مش عشان حاجه والله يعني، بس عارف دايما يعني في دماغي يعني اتمنى الجزء ده اصلا شايل ان هو في اللي مامته متوفيه ممكن يسمع ده ممكن يتاثر، في اللي ممكن مامته وباباه منفصلين فممكن تتكلم كده فاهم، فهو مش ممكن تلمس عنده حاجه انت اصلا مش قاصدها، فكره ان ايه هو يعني يحسدك على حاجه زي كده، في حين ان مفيش حد يعني اكيد كل حاجه عندك في حاجه ناقصه، بس كل واحد برضه واخد ال 24 راب بتوعه، فممكن ال 24 راب بتوعي خدهم في امي، هو مثلا ياخدهم في حاجه ثانيه، فهو مش هيبص لكده، هو يبص ده كذا، فمش حابب هي ما بحبش نقطة اتكلم. كويسة. فعايز اقول لك انا عمري مش هو ما طبعا نزلت عمري ما نزلت بوست عن الام ولا في ايده ولا الكلام، ولا عمري في العلن يعني انا بحبها ولا، بس عمري ما ظهرت ده ولا اتكلمت مع حد في العلن عشان طيب خليني بس، انا معاك. الحاجه اللي مش حابب تتكلم فيها مش هنتكلم فيها، بس احنا لو اتعاملنا يعني، بس ممكن اوضح حاجه. اكيد لو اتعاملنا بالمنطق ده على كل الحاجه اللي بتقولها، فاي حد عنده نقص في حاجه انت صح. بتعملها هياخدها يقول ايه ده تمام. ما ايوه دي فاهمك، نقطه. ده النقطه الثانيه نجاح ان دي فلوس حاجه، شهرة. النقطه الثانيه ان دي حاجه انت هتيجي بعد 10 سنين 5 سنين ربنا يكرمك تكون اتجوزت وبقى معاك طفل هيجي يتفرج على ده. فما شوف بتتكلم عن جدته، انت بعد كام اسبوع والدتك تتفرج على الحلقه لما تشوف انت بتتكلم عنها. أكيد يعني أكيد. انا هي اكيد طبعا التعامل بينك وبينها ده شيء مفروغ منه، ان هي شايفه قد ايه انت بتحبها في تعاملكم الشخصي، بس لما تبقى في حاجه موثقه بتحدد وبتأرخ علاقتك بوالدتك، اعتقد دي حاجه هتبقى مستمره اكتر ومدتها اطول وسط العالم ده يعني. ايوه فاللي انت حابه يعني، بس انا حبيت اوضح النقطه. فاهمك. طب انت شوف عايز تسال عن ايه يعني لا، انت احكي لنا طبيعه علاقتك بوالدتك. يعني انا كلمتك عن عيلتك بشكل عام، وانت ايه اول حد جه في دماغك والدتك. يعني طبعا ده بديهي، بس يعني كل ام وليها تفاصيلها وكل حد وليه شكل تدخله. بس يعني ايه، خليني اطلع، انا عارف، بس انا خليني اطلع واعمل بره ما اعرفش حاجه، فانا هسمع منك انت اتكلم عنها بشكل عام، مش هحدد لك حاجه معينه. ايوه فاهم. ما فيش، هو اي حد طبيعي جدا هو بيشوف مامته طبعا، ربنا يحفظ امهاتنا جميعا يعني، والله ان هي اكيد احلى ست في الدنيا. فانت في عين امك كده وهي في عينك، يعني هي كده موضوع متبادل. يعني انت في عين امك اكيد انت احسن حد في الدنيا، وهي في عينك اكيد هي احسن حد في الدنيا. فكل واحده فعلا زي ما انت قلت لها تفاصيلها الخاصه بيها بطريقه حبها وتعبيرها عن ولادها. فانا لو الخص امي مثلا وليكن افتراضا في كلمه مثلا ممكن الخصها في العطاء. يعني عارف اللي هو ايه، بتدي كله بيدي والله انا عارف، بس هي لا اقصى عمري ما شفت حد بيدي بالكم ده او بالليفل العالي بتاعها ده. يعني هي ما بتستناش، ما بتطلبش، ما بتقولش، يعني هي عارف انت اللي هو هي مش عايشه لنفسها، هي عايشه لينا احنا، وقبل ما يكون احنا كان اخواتها وابوها وامها. يعني هو الموضوع من بدايته ان هي في بيت ابوها، ان هي عايشه لابوها وامها في خدمته. والحمد لله الاثنين توفوا يعني رحمه الله عليهم، راضيين عنها جدا وبتاع، الحمد لله رب العالمين يعني. فحتى في بيتها مع اخواتها برضه، علاقتها باخواتها وكده في بيتها برضه كانت هي اللي شايله البيت. يعني هي كانت لاغيه نفسها في حين ان هي ايه لاخواتها اهم حاجه، ابويا وامي واخواتي. بعد كده لما جت بقى بيت ابويا لما اتجوزت وبتاع برضه لغت نفسها بالالغاء الحرفي. الالغاء الحرفي ده ان هي عمرها ما طلبت حاجه. بشوف ممكن مثلا متجوزه ابويا مثلا بقى 32 سنه عمرها ما طلبت حاجه حرفيا. يعني هو مثلا بابا مثلا محل اجهزه كهربائيه منزليه، تمام، عارف عمرها ما طلبت مفرش. ابسط حاجه اللي احنا ممكن ست جوز عنده اجهزه كهربائيه بيجيب اجهزه لكل الناس، شغله بيجيب لكل الناس كده يعني. ما فيش يعني، جبنا البيوت كتير قوي والله العظيم، جبنا البيوت بعد شهر راسك كل ما تتخيلوا من اجهزه كهربائيه ادوات منزليه، حاجات كبيره حاجات خفيفه حاجات تقيله، هي عمرها ما طلبت حاجه خالص. ما فيش. مؤخرا مثلا
يعني جدي رحمه الله عليه لما توفى طبعا كان ليها ارث يعني وكده، وما شاء الله كان حاجه الله اكبر يعني، كمان وقتها تحديدا وقتها ممكن من 10 12 سنه، فما خدتش نفسها جابت لنفسها عبايه، يعني معاها مبلغ وقدره كبير جدا، ومعاها. طب اشوف نفسي طب هي كانت محتاجه ان هي تعمل لنفسها طقم اسنان وبتاع ومش عارف ايه، بمعجزه مؤخرا كده اقتنعت ان هي لازم انها تعمل يعني. هي في كل حاجه حاطه قدامها بس ايه، احمد محمود مصطفى هو اولادي. فلاقصى درجه بقول لك على حاجه، وانا صغير هي كانت مثلا بتروح للسوق بتتسوق زيها زي حد وتجيب، فمثلا كان في شيلن بقى اكيد فاكر الحاجات دي وبتاع، فما كان فيش مثلا شيلن فاديها البنات سمار، هي اكتر حاجه بتحبها البنات سمار، ما كانتش تاكلها، كانت تخليها لي انا لما اروح ثم مصطفى ياكلها. بناكل مثلا زي كل بيت عادي، لا دايما بناكل حلو اكيد، ولا دايما بناكل يعني الحمد لله وسط عادي جدا. فمثلا فواكه حلويات لا مشويات مش عارف ايه، ما تحسبش نفسها، لا ده كان بيحصل فعليا، ده كان وانا صغير بيحصل. انا لما كبرت ده بقيت بتدخل انا في كده، ان انا بالعافيه او الغصب اللي هو لا انت محسوبه وانت قبل مني، فمنجيب ما كانتش تاكل، هي انتوا كلتوا انا شايفاكم بتاكلوا كده وتشبعوا انا شبعت، والله العظيم ده كان بيحصل بالحرب يعني. ما ممكن تشوف يعني طبيعي بني ادمه نفسها رايحه عايزه تحلي بقها تشتهي، مفيش والله العظيم بجد يعني فاهم، لاقصى درجه ممكن تتخيلها. فهي اللي تلغي دماغي نفسها في تتعب ما تقولش انا تعبان. عارف لو اجيب لها شريط ايام ما كان في 5 جنيه شريط ب 5 جنيه، لا خليها في جيبك، وفي فلوس بس لا خليها ليك انت، بس انت تصرفها بتاع. هي مش عايزه تحس ان انا تقيله، نشوف اللغه ايه يعني، عندها عزه نفس بشكل ما عمري ما شفته في بني ادم. والله انا شفت كل الناس كتير جدا ما شاء الله طبعا عزه النفس دي يمكن من اغلى ما نملك، بس حقيقي لو اكتر حد اشوفه برضه عنده عزه نفس هي امي. ربنا يا رب ما يحرمكش منها ويخليكم ربنا لبعض. يخليك. ومش عارف انت كنت عايز تحرمنا من الكلام ده ازاي. مش عارف. ربنا يخليك. طيب بقيت اسرتك حابب توجه لهم كلمه بشكل عام؟ يا اخواتي وبابا الأسرة. ربنا يخليهم لك يا ربنا رب، ما يخليك يحرمكش يعني، منهم. وانا حقيقي والله بحبهم جدا كلهم، بس طبعا يعني امي في والدتك حته تانيه كده كده. ربنا يا رب ما هي يحرمكش منها. هي يعني والله العظيم مش كلام، بس انا عايش عشانها، ربنا والله يخليك. ربنا يعلم. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك وتتجمعوا في الجنه باذن يا الله. رب اللهم طيب تعال نرجع تاني. ماشي. دلوقتي لو احنا حبينا نقسم حياتك محطات ماشي او خطوات ماشي، ماشي فاحنا دلوقتي مثلا خلينا نقول محطه وانت قول محطه، او انت صنفها بشكل ما، وانا مثلا لو في حاجه حسيت ان انت سقطتها اقول لك هنا ماشي. من البدايه بقى، من اول فين طيب؟ من اول المدرسه. مدرسه عادي، عارف كنت فاشل لحد ثالثه ابتدائي، فاشل اللي ما بعرفش محطات وبعدين هنمسك في محطه ماشي. هنتكلم عنها. محطات طيب ماشي يعني ممكن. فتره الدراسه، بعد كده جالك فتره شغل، بعد ايوه كده تفاصيل ولا عايز لا المحطات بس، وبعدين احنا هنرجع. طيب دراسه وشغل من ثالثه اعدادي. اشتغلت فين؟ اشتغلت انا واحمد اياب في مطعم عنتر الكبابجي في مهندسين كده يعني، انا تمام. كان اول شغل اشتغلته في حياتي انا. ثم بعد كده مطعم تاني في جامعه الدول، ثم مطعم في الزمالك، ثم كذا حاجه. الجامعه. جامعه بقى فاهم، بعد بعد كده الجامعه دريم بارك برضه وحاجات يعني ماشي تمام. فاهم. والجامعه بعد كده الجامعه الجامعه بقى اشتغلت بقى اسيستنت من سنه تانية، علشان يعني لما كنت اخلص جامعه وجيش يعني يبقى فاهم في الاستاذ استاذ محمد السيد تاريخ خريف. كويس جدا بقى. طيب نرجع بقى من الاول. خليني اقول يعني مثلا ايه، احنا الكلام هيجيب بعضه، بس خلينا نقول انت مثلا فتره عنتر الكبابجي، لو هتتكلم عنها بشكل عام، وايه الحاجه اللي انت يعني استفدت منها يعني مبدئيا انا عندي سؤال مهم. انت كنت شغال في عنتر الكبابجي مطعم صح؟ إيه الاكل بقى ايه التاني؟ لا اكله جامد بس غالي، بس حلو اكله حلو بجد. لا انا بعيد عن كده، انت بقى كنت جوه المطبخ كل يوم يعني؟ انا ما كنتش شغال في المطبخ، انا تمام. كنت شغال بره حاجه اسمها فرشجي، اسم ماشي. غريب شويه، بس فرشجي ده اللي هو ايه، الاكل بيطلع من المطبخ بتسلفنه وتلفه وتشنط فاهم تحطها في سيلفر شنطة. الاستريتش، ما كانت الاستريتش بتكيس باكج السلطات مش عارف ايه، حاجات بسيطه جدا يعني، تاخد اوردرات دليفري على التليفون السيستم بتاع، طلع انت الدليفريه. بيكسبوا؟ يعني تكسب اكتر من المطاعم. طيب انت الاكل بس للاسف بقى الفرايد قفل بقى. الفرن انت كنت شغال فيه قفل بعدين يعني، بعد بس ما في انت مهندسين مشيت؟ بعدها بكتير ما يعني. استحملوش ان انت مش موجود؟ لا بس هو قفل عشان هقول لك ليه، عشان مش عارف المنطقه يعني كان في مترو داخل وكده وقصه، فمش في رجل زي الاول الحته دي بالذات، فقال لك استثمر عكس في حته كان هو المنظومه بتاعته بس ما شاء الله طب انت الفتره دي بتفتكرها بايه او اضافت لك ايه في حياتك؟
بشكل ما يعني، ولا بصراحه مش؟ ما ضافتش حاجه، عشان هو زي هو يعني مش الحاجه اللي اتعلمت منها، يعني ما فيش حاجه اتعلمتها في الشغل، فاهم؟ الشغل كله تقليد. عارف مثلا لو دخلت المطبخ ممكن اتعلمت مثلا يعني مهنه مثلا الكبابجي، فاهم؟ لكن انا حقيقي ما استفدتش منها حاجه. اصلا كنت بشتغل شغل مؤقت زي ما انت فاهم، يعني انت بتشتغل ايه، شهرين ثلاثه لحد ما الدراسه تبدا بس. فدي مش صنعه مثلا انت بتكتسبها او حاجه، هم شهرين ثلاثه انت بتمشي حالك. طب انا في حاجه فاكرها يعني، خليني اقول لك، اعتقد هتفتح حاجه. ان انت كنت بتعد ايام نهايه الامتحانات عشان تنزل الشغل. يعني انت اه كنت بتستنى نزول الشغل، واوقات كنت بتستنى ان انت تقعد 12 ساعه في الشغل. يعني انت هو الشيفت 8 او بس انا شفت عايز كان 8 اكمل بس، 12. ما انت هتقعد في اوفر تايم قشطه ودي يعني، فاهم؟ ليه لا حد يكره؟ وبعدين هو ما كانش فيه اجهاد، فاهم؟ امم يعني هو برضه الشغلانه مش مجهده بصراحه، امم كانت لذيذه كده، فاهم؟ وقريبه من البيت وبتاع، وبتاخد تشرب كويس، وبصراحه الناس كانت محترمه جدا. فانت حابب اصلا المكان. ما انت تحسبها هنا هتروح تعمل ايه؟ وانت مش كل يوم بتقعد تطبق، فاهم؟ ده لو في امكانيه اي يوم في تطبيق بقى اي يوم. يعني مثلا النهارده الشيفت بيخلص الساعه 7، فهتقعد ل 11 هيبقى نص شيفت تاني. فانت تحسبها، طب انا هروح اعمل ايه؟ هم الاربع ساعات دول. أو ممكن مع صحابي، طب ما انا نزلت امبارح، طب ما اريح النهارده واجيب فلوس اضافيه واخليها بكره، هكذا. جامد. طيب الكلام ده كان مثلا اخر ثالثه اعدادي بدايه اولى ده ثانوي؟ بدايه اولى ثانوي. بدايه اولى ثانوي. طيب حابب اتكلم معاك عن فتره المراهقه بشكل عام. انت بتشوف فتره مراهقتك كان شكلها ايه؟ انت دلوقتي تقريبا 23 24 سنه. 24. 24، فيعني احنا كنا قريبين. اه انت الحمد لله اكتسبتها بنجاح الحمد لله دلوقتي. خلاص عدت اكيد، عدت. اي حد انت لازم. بتقيمها ازاي، او انت شايفها كانت ايه اللي استفدته منها، او ايه اللي اتعلمته منها؟ دي حاجه. وايه الحاجه اللي لو رجع بيك الزمن مش هتعملها؟ ففي نفس الوقت هي دي بتكون نصيحه للناس، يعني لو انت في السن ده فانت خد بالك يعني. والله يعني في السن ده شايف ان بنمشي ورا العواطف اكتر، ما تقريبا اغلب الناس بتلغي تفكيرها، مم. فكل واحد بيروح عواطفه، مم. العاطفه اللي بتتحرك. انا معاك ان برضه استفت قلبك طبعا ولازم وكل حاجه، بس بتكلم في سن مراهقه هنا، ما مش وقت استفتاء. معلش ممكن اقول حاجه يعني؟ ما تنساش كلامك بليز، بجد ما اه تنساش كلامك. ماشي. انا عايز اتكلم عن موضوع استفتي قلبك ده عشان دي نقطه مهمه، لو انت برضو عندك حاجه تضيفها. بس استفتي قلبك دي يعني بقول لك هو دي حاجه تانية اه اصلا، لا، بقول واستفتي لك قلبك دي ما بين حاجتين حلال. يعني انت دلوقتي يعني ما زي انا دلوقتي لسه بقول مثلا لك انت دي حاجه تانية. انا بقول لك العموم، انا مش قصدي مراهقه اللي هي شرط مراهقه مع بنت وكلام، بتكلم السن نفسه. لا انا بتكلم انا على اقصد الفتره، سن انا بتكلم على الفتره، كده تمام. بتكلم على الفتره. فهو الناس بتفهم ايه استفتي قلبك دي، اللي هو انا يعني اي حاجه بقى ناخد استفتي قلبك. والله انا كلامك على عيني وعلى راسي يا عم الشيخ، او يعني كان الشخص اللي بينصح. بس انا قلبي مش مريح. ماشي، طب انت قلبك مش مريح ناحيه حاجه حرام؟ لا قلبي مش يعني الحاجه الحرام دي حاسسها قوي يعني، او عايز امم لا، هو استفتي قلبك دي ما بين حاجتين حلال. فانت مش ايوه عارف تعمل الحلال ده ولا الحلال ده، او حاجه مباحه فانا مش عارف اعملها ولا لا، ممكن تفتح لي باب للشيطان. فاستفتي قلبك، يعني يعني الموضوع دي النقطه دي مهمه، معلش عشان بس الكلام يبقى ماشي في السياق. ايوه انت ايوه فاهم. قصدك اللي انا بقوله، ايوه اللي لا هو صح. انت استفتي قلبك دي بتكون انا بختار ما بين حاجتين حلال، صح؟ امم انا اسف كم. لا لا عادي والله لا يهمك. فكنا بنقول في يعني في فتره المراهقه ان انت عموما في الغالب بتبقى مش لسه طبعا مش واصل لمرحله من النضج. احنا طول ما احنا عايشين بشوف ان انت بتكتسب طبعا دايما خبرات حياتيه، وكل يوم بتتعلم حاجه، المواقف والايام اللي بتعلمك كمان. مش السن. انت ممكن واحد يوصل ل 30 سنه، طبيعي كلام بديهي جدا، أنا عارف الناس عارفاه. انت ممكن توصل ل 30 سنه ومفيش اي اضافه في حياتك. مثلا ما احتك واحد ممكن يكون شاب عنده وزن ب 10 سنين، عنده 20 سنه، بس هو خد خبرات حياتيه ونزل وراح وجه واتعامل وبتاع، عنده خبره حقيقيه عند واحد في 30 سنه ما وصلهاش. ده مثلا 30 سنه كان باباه ومامته مثلا قافلين عليه لحد ما خلص جامعه، جيش، اشتغل. عارف في ناس كده لحد دلوقتي اللي هم تيجي تكلمها في ارض الواقع هي بلح، مفيش خبره حياتيه. فممكن الشاب اللي هو عنده 20 سنه يبقى عنده خبره اكتر. فقصدي بقى ان فتره المراهقه نرجع لها تاني، يعني ان انت دلوقتي لازم تحاول ان انت تتحكم عقلك، بلاش الاندفاع اللي هو ايه اللي انت تحسه يلا وديه. لا يعني برضه لازم حاجه تقعد، كل حاجه ليها ابعاد، مش كل حاجه تحسبها بالورقه والقلم. ما هي برضه الدنيا مش معقده قوي كده، في امور عادي يلا ودي فيها. بس في امور مثلا ممكن تجي لك عرض مثلا او فرصه او حاجه او اي حاجه مثلا تجي لك، انت لازم تحسبها. دي مناسبه ليا مش مناسبه ليا، طب دي طبعا دي مناسبه مش مناسبه. المفروض ان احنا كلنا بلا استثناء المفروض نقيس حلال وحرام. طبعا احنا مش في كل الامور للاسف بنقيس كده، يعني احنا بقينا ابعد ما يكون عن كده الا من رحم ربي طبعا، اكيد مش كل الناس يعني. طيب ده اكيد انا باكد على كلامك زائد واحد. آه لو احنا دلوقتي حابين نعمل دمج ما بين نقطتين، ما بين ان انا اكتسب خبرات حياتيه في سن صغير، يعني مثلا من وانا 15 16، وفي نفس الوقت ما اثرش على نفسي، ما اثرش على مستواي التعليمي وعلى تعلمي.
انت شايف من وجهة نظرك ايه انسب حاجة، او يعني من خلال خبرتك او اللي انت واجهته، ايه الحاجة اللي ممكن الشاب في الفترة دي يعملها؟ يشتغل في الاجازه. يشتغل في الاجازة. عارف حتى لو حالته هو مثلا مامته كويسه جدا جدا برضه عادي يشتغل، بس مش شرط شغل اللي هو يعني هلاك بقى يهلك نفسه 16 ساعه او 12. يا عم حتى لو 6 ساعات، لو 8 ساعات، لو كل حاجه 8 ساعات، وجنبها ممكن برضه يعيش حياته. يعني بعدها ممكن لو عنده هوايه معينه في رياضه معينه او حاجه معينه يمارسها، ايه المشكله؟ مم. عادي جدا. بس. بس الشغل بجد بيخليك بجد يعني بيفرق مم. قوي. بغض النظر تتعلم منه حاجه، مم. مثلا هيبقى معاك منه مثلا زي بلدي كده الصنعه، معاك منه حاجه، بس فكره انك تتعامل مع الناس. انا كنت لسه اسالك، يعني حلو انت فاهم، كنت لسه تعامل، لا اسالك. فرق طبعا. احنا بنقول خبرات حياتيه، انت بتقول خبرات حياتيه، حاسسها كلمه عامه. ايه في الخبرات الحياتيه اللي هتعلمه من الشغل؟ يعني ايه اللي انا هوصل له، او الحاجه اللي فعلا الشغل هتفرق؟ هيحطه في مواقف مختلفه، الحياه العاديه ممكن ما تحطوش فيها. تمام. ممكن يحطوا شويه احيانا تحت ضغط، مثلا يعني تحت، مش ضغط برضه اللي هو يعني مثلا دلوقتي هو شغال في مطعم مثلا، ففي مثلا زبون قليل الذوق شويه، قليل الذوق، فانت مضطر ان انت عشان هو قليل الذوق ده شغلك ولا تلاقيش. مش هقول لك انك تيجي على كرامتك طبعا، انا ما جبتش سيره الكلام ده، كرامتك اولا، ثم لما خليها فقدتها فقدت كل شيء. بس تمام. انا بتكلم في حته ان انت مثلا ايه غلس عليك سيكه مثلا، فممكن تعرف ان انت تكتسب حاجه، ان هو إيه، انت بتعدي عشان الدنيا تمشي. لكن لو انت ممكن من غير الشغل حد قال لك كلمه وانت شخص اصلا مشاكس، شخص يعني بتاع مستني حد يحدف لك بس كده، انت تسحب على طول. تمام. فالشغل ممكن يلزمك ان انت في شغل، هو قال غلس عليك بس ما هنكش، هو ما هنك بس غلس، دمه تقيل سخيف هتعدي. مديرك، زميلك مثلا اقدم منك، طبعا الاقدميه دي بقى قصه ثانيه في الشغل انت عارف، انا معاها. بس يعني القديم ده يبقى فاهم فعلا، ومش مش قديم ان هو، لا قديم بيبقى هو لا دي بعلم الاكفأ. بخبره وكفاءه. انا مع كده جدا والله، والله ممكن واحد يبقى جاي بعدي بس هو اسمع منه عادي جدا، ويكون هو اذكى مني واشطر مني كمان، او عنده افكار ما جاتليش، ايه المشكله؟ مش عيب. طب في حاجه، في موقف انت حاضر في دماغك دلوقتي تكلمنا عنه صالح انه يتحكي؟ في ايه؟ في الشغل في يعني. في الشق اللي انت بتتكلم فيه، او في الناحيه، في الحته اللي انت بتتكلم فيها. بصراحه ذاكرتي انت عارف مش احسن حاجه، بس حقيقي ما فيش موقف معين فاكره والله. تمام. طيب يعني بتكلم على ضغط الشغل، في حاجه مثلا مدير طالما انك كنت شايف ان هي زياده بس عملتها، او حاجه مثلا، او مع زبون معين، او والله مش يعني مش جمدان بتصنعه ولا ادعيه طبعا، بس انا حقيقي لا ما فيش يعني، مهما كان يطلب مني انا عادي، انا اصلا بحب الضغط. بتحب التحديات؟ بحب اللي هو انا هخلصها وقدها وهتخلص عادي، ومفيش حاجه بصراحه بشوفها مستحيله يعني. جامد. طيب دي فتره عنتر كابجي خدنا منها شويه حاجات. اه لطيف. قلت لي الاكل هناك حلو. فاكيد. ماشي. لا هو طيب. هاكله، بس زي ما قلت لك عايز كاشات كتير. ماشي قشطه. والله يعني. الثانويه او ثالثه ثانوي بشكل عام، انا عارف ان انت دلوقتي اصلا بتحتك بطلبه كتير في ثالثه ثانوي. بقى ده 5 6 شغلك. سنين ده شغلي فلو انت حابب، يعني انا عارف ان الثانويه العامه دي فترات، يعني ثالثه ثانوي تحديدا اصلا اه فترات، اللي هو الحماس الكيرف بيقع، اه بنحاول نحمس الناس تاني عشان مم. تقوم وتعلى بالعافيه، بعد كده يقعدوا طول لحد ما ما على يجي. مدار السنه انت بتقع وتقوم وتقع وتقوم وتقع وتقوم. حابب، طيب خلينا نتكلم، يعني انا عندي كذا سؤال في النقطه دي. الكيرف اللي بيطلع وينزل ده، احنا انت نصيحتك ليهم في ده ايه؟ واحد. اتنين، انت يعني تنصحهم في ايه في الثانويه العامه بشكل عام؟ يعني هل هي فعلا، او بقى قبل السؤال ده انا عندي سؤال مهم، هو الثانويه العامه فعلا بالحجم اللي هي واخداه؟ يعني هل هي، انا بشوفها اوفر ريتد جدا. انا معاك جدا في ده. يعني انا انا بشوف. بشوف الناس بتديها حجم اكبر من حجمها يعني. طب ما تيجي نحطها في حجمها الحقيقي؟ يعني انت حطها بوجهه نظرك، انت بقى بتقول 6 سنين اهو وجربت، يعني انت عشت ثالثه ثانوي كطالب، اه وبعدين بقيت 6 سنين بتشوف. 5 سنين تحديدا يعني. 5 سنين قدامك طلبه كل سنه بيجي عليك دفعه ثالثه فبتعامل ثانوي. بقى فاهم مع ناس كتير، حضرت نظام قديم فبتشوف ونظام جديد. فانت بتشوف بقى الدماغ ايه، هم نفسهم هم اللي بيوصلوا لك احنا حاسين ايه. يعني انا طبعا متخيل عشان انا مريت برضه، فاهم، بعيدا عن كان مستواك عامل ايه، انت بس الفكره في النفسيه اصلا، مم. فاهمني. بس فهو ال5 دفعات دول، هو الطالب مثلا بيخش لي يقول لي والله بص انا الفتره دي حاسس بكذا كذا كذا كذا، وطبعا بتقابل بقى مشاكل كتير بسبب اهله، بسبب زمايله اللي أو لو بنت عندها مثلا هي طبع الغيره طافح عليها، فمش بايجابي، طافح عليها بسلبي، هي غيرانه بس مش عارفه تعمل حاجه. غيران من غيرانه من زمايلها زمايلها بس مش عارفه تعمل حاجه، هي بس شغله دماغها بيهم، مش شغله دماغها بنفسها. هي مركزه، اصحابها ما شاء الله عملوا، اصحابها مثلا صاحبتها مثلا مستوى كويس قوي في اللغه، طب لو ده مأثر فيك فعلا وفارق معاكي، طب خلاص ما انت ممكن النت ما خلاش حاجه دلوقتي،
انت لو عندك رغبه فعلا. وطبعا هيجي لك وفي وقت والكلام ده اكتر حاجه طبعا. طالب الثالث ثانوي هو مش قادر يتخيل ان في طالب زيه. بص ده زي ده. بص يوم ده 24 ساعه ويوم ده 24 ساعه، اللي هو الطالب الازهري، اللي هو الازهر عنده كام ماده؟ 16 ماده، وده عنده 7 مواد. فدايما اقول لهم الكلمه دي، اقول له 7 زائد 7 زائد 2. اللهم يعني قول اللهم ايه، الحمد لله مش حياتي. ما هو لو حياتك انت كنت هتعمل ايه؟ ما انت من 7 مواد بتقعد تصيح وحاسس ان انت ابقى واحد في العالم ومفيش وقت، ويا دوب من الدرس دروس بتاخد وقت بصراحه وتضيع وقت. بس برضه اليوم كبير، فاهم؟ اليوم 24 ساعه، واللي عايز ينجز حاجه هينجزها. ده ايه اللي عايز وده بتلاقيه طبعا بالنسبه للناس اللي بتجيب ما شاء الله مجاميع عاليه، ما هي بتنجز وبتخلص اول باول. فنرجع للموضوع برضه النقطه بتاعت اللي هي بقول لك الغيره مثلا، فهي شغاله منها باصحابها، هم عماله يطلعوا وهي محلك سن. هي بس ماشيه معاهم كده. طبعا لو الموضوع فارق لك فعلا وانت بتقولي كده، لازم كلامك يطابق افعالك. انا دايما بقول الحته دي في اي حاجه. يعني ما ينفعش مثلا ايه، او ان انا بحب مثلا محمد عمرو، بس مثلا افعالي كلها مش بتقول ان انا بحبه، وارد ان نقصر في حقه. ده عادي طبيعي، احنا كلنا بشر، كلنا بنغلط في حق بعض ونقصر في حق بعض. بس انا مجمل اعمالي عموما لازم تطابق ان انا بحب الراجل ده، بحبه. ان انا مجرد مش حتى بالكلام ولا كتر السؤال، والله مش مقياس برضه. بس حتى عارف لما ياخد اضعف الايمان، لما يجي سيرته اضحك ابتسم افتكر له الخير، الله يمسيه الخير، يوحشني، احس ان انا عايز اكلمه، انا عايز اشوفه. مواقفي معاه بلاقيها باندفاع. بعيدا ان شخص ممكن عموما في مثلا صفه جدعنه، فهو جدع مع اي حد. بس كمان لو حد انت بتعزه قوي بتحس يعني اكليكيا كده، فاهم؟ يعني اوتوماتيك كده حاجه بتدفعك كده، ده غير اي حد. اللي هو انت لو في اخر الدنيا انت بتروح له على قلبك زي العسل عشان انت بتحبه. عكس واحد تاني ممكن مفيش بينك وبينه حاجه اصلا، فهو كلمك واحتاجك، فانت من باب الشهامه والجدعنه والرجوله وفي ايدك تساعده هتساعده. بس طبعا مش هتساعده بنفس الحماس والشغف ده. انت ممكن تروح ده وتروح لده، تمام بس الفكره هتروح للي انت بتحبه بص وانت قلبك زي العسل. فاهم قصدي؟ تمام. فلازم الكلام يطابق الافعال. فهي اللي بيقول مثلا اصل الزمايلي او طب انت شوف افعالك الاول بتطابق اللي هم بيعملوه، او افعالك بتطابق كلامك. زي مثلا انا ما ينفعش اقول ايه انا بحب القراءه، طب انا اصلا ما بقراش حاجه، انا اصلا مش مشترك في مكتبه، انا اصلا مش بجيب كتب اونلاين، انا اصلا مش بشتري. فممكن كل واحد بقى أيوة، بس اصحاب الحجج موجودين بقى يقول لك ايه انا مش معايا فلوس اشتري بس انا بحب. طب والله لو عندك رغبه وعايز تمشي الدنيا معاك، هو الاونلاين اصلا معاك، فاحكي لي الكتاب طبعا خلينا متفقين ده 180 درجه ده 180 درجه. انا معاك ان الكتاب في ايدك حاجه، وان هو يعني بي دي اف على الموبايل حاجه ثانيه. وانا واحد من الناس احب يكون في ايدي ده واقع حاجه ماشي. بس في نفس الوقت لو انا عندي فعلا عارف هوايه وعندي شغف اللي بيحب حاجه. هي الكتب حلوه في التصوير، يعني ينفع اخد بيها ستوري، اخدها وانا بحتسي القهوه، ابقى مثقف، اقعد بيها في الشغل. لا وانت بتحبها بجد بقى، فاهم؟ انت بتتولى اصلا صباح الفل. انا ما اعرفش والله، يعني سيبك قلت لا هي الكتب مفيده في انت حاجات فاهم يعني قصدي. انا اخش بيها عايز في اوصل لك كاتيجوري يعني معين. ايه، عايز اوصل لك لازم كلامي يطابق الافعال. ما تمام. ينفعش اقول ان انا بحب الحاجه دي وانا اصلا ما عاملاش. لان تيجي تطبق حاجه ثانيه في نفس حياه الشخص ده. مثلا هو بيحب الكوره، هو بيحبها فعلا بقى، هتلاقيه بقى فتيجي نخرج 4 ماتشات بالليل. يروح حجوزات كلاعب وكمشاهده بقى ككل حاجه. بص تخش على امسك كافه تفاصيل حياته، تلاقيه حجوزات بيودي، حتى هو مش لعيب بس هو بيحب الهوايه دي عاجباه، فعايز يروح يمارسها مع انه عارف ان هو مش اجمل حاجه. بس تيجي تمسك موبايله تلاقي الفيسبوك مثلا عنده كله طبعا يعني متابع صفحات كوره ومش عارف ايه، بيتفرج على ماتشات مش عارف ايه. ده كده واحد بيحب الكوره فعلا، مش مجرد ان هو بيقول كلمه وخلاص، افعاله تقول كده. لكن عايز اقول لك بقى ان ناس كتير جدا بلا استثناء، انا نفسي ساعات بقول على حاجه ان انا بحبها بس باجي اطبق ده لا انا مش بحبها. ما انا لو بحبها هاخد خطوه، عارف حتى هحاول. مش هقول لك ان انا لازم ابقى بعمل كل حاجه، محدش يعمل كل حاجه مش شرط، بس يعني في حاجه في مؤشر، تمام مؤشر عام يقول ان الراجل ده بيحب الحاجه دي. تمام جامد. نحط بس نعمه في نطاقها الطبيعي، يعني هي ايه؟ يعني هي بالنسبه لك هي ايه؟ يعني هل بقى تستحيل حالات الانتحار اللي بنسمع عنها، الناس اللي بيغمى عليها؟ هات لي حاجه في الدنيا، معلش ما شاء الله انا بجد انا قاطعك، بس انا هات لي حاجه في الدنيا تستحق ان الواحد ينتحر. الموت كافي. مفيش. لا مفيش لا قطع. مما لا شك فيه. طبعا ما بحبش اكفر حد، انا مش اهل ان انا ولا يعني ولا احنا طبعنا كده، ولا يعني المسلمين هم يكفروا ما يكفروش، بس احنا بنتكلم في حاجه مفروغ منها. يعني دي ما فيهاش بقى مساله ونقعد نترحم على اللي انتحر وبتاع. ده واحد مات كافر وهو عارف ده، مش ان هو مش عارف، عارف. لا هو عارف مهما كان ايمانه ضعيف طبعا، بس هو عارف. انت تفتكر ضغط الثانويه العامه بيجي منين؟ البيت رقم واحد. ده هو الاساس، البيت والمجتمع طبعا. يعني البيت لو البيت على فاهم. وجه الخصوص والمجتمع على وجه العموم. تمام. ده اكيد مما لا شك فيه. يعني البيت طبعا اللي بيحطك في مقارنات طبعا،
اللي انت لازم ابن عمك وابن خالك واخوك او اختك والكلام ده. وعايز اقول لك على حاجه كمان بقى، في حاجه في النظام الجديد ان هو برضه لسه بيقارن مجاميع النظام الجديد عايزها بالنظام القديم. يعني مثلا انت يعني مثلا بالنظام الجديد عشان اخش هندسه اجيب 95%؟ لا، يعني اللي اقصده مثلا دلوقتي الاول على الجمهوريه مثلا في ادبي ممكن من 5 سنين كان ممكن مثلا يجيب 99 اوقات 100 وسمعنا عادي، 104 مفيش مشكله، حصل حاجات خرافيه. دلوقتي السنه اللي فاتت مثلا كان 93 على ما اذكر يعني ادبي. فانت ولي الامر بقى لسه بيحطك ان انت مثلا لما تجيب 85 مش فاهم ان ده كده في ان العادي. انت كده جامد قوي. لا هو مش فاهم ده، يعني 85 ده دلوقتي دخلك كليات كتير جدا او يكاد يكون اغلبها يعني. ممكن بس تقريبا مش صح، مش حافظ التنسيق عشان مش متذكره، بس يعني صدقني انت جايب 85 في النظام الجديد ده انت فوق قوي. احنا بنصور دلوقتي وتقريبا نتيجه الثانويه العامه ده ظهرت. النهارده او بكره بس يعني بس ما ظهرتش. النهارده. انت طبعا الناس متوتره دلوقتي طب قول لهم كلمه توتر يعني. والله هل توتر يعني انا عارف الموضوع ده قتل بحثا، ودلوقتي اغلب الناس بتوع السوشيال ميديا يعني الناس بتوع الناس بتوع السوشيال ميديا كلهم كانوا في هندسه وكلهم بقوا صناع محتوى. انا مش عارف ليه، مش عارف ايه الربط ما بين الاثنين. او اي واحد بيطلع لازم انا كنت في هندسه ودماغ والانجينيرنج تقول له تسال الموضوع ده بيستفزني قوي ده حاجه. الانجينيرنج فرقت في حياتك في يقول لك طريقه التفكير. احنا كمهندسين يعني هو طبعا كخريج اصعب كليه في مصر وهو ناس عباقره ومفيش منهم اثنين. انت بتقول ان هم اللي بيقولوا بس هم اللي بيقولوا، انا لا. كل واحد بيقول نفسه هو اصعب كليه. لا هم هم اللي صيدله بيقولوا. يقول كده، بتاع طب بيقول كده، بتاع الناس بيقول كده. لا هم اللي بيقولوا احنا اصعب كليه في مصر. وطبعا لازم ايه، ما ينفعش مهندس يتجوز مش مهندس. لا هم مهندس بيتجوز مهندس. دكتوره او دكتور، لا او مهندسه او دكتوره في الهندسه. فهم لازم يبقوا بيتلاقوا لان هم مهندسين زي بعض بيفكروا زي بعض. احنا ايه، ناس عوام كده مش عارف نتعامل معاهم ازاي بس. على فكره بجد يعني انت بتقول الضحك بس في بص على المجتمع تلاقي كتير جدا كده. يعني كتير يعني اللي هو مهندس لا وكتير يعني عارف انت مش اللي هي حاجه بسيطه، لا هم فعلا كتير بجد. تمام. بس طبعا مش كلهم اكيد. لا طبعا مش اكيد كلهم. مفيش اكيد كل حاجه لها استثناء. اي حاجه يا جماعه بنترد عليها الا الحاجه الوحيده والله مش بجد، بس دايما احب اوضح اذكرها. الحاجه الوحيده اللي احنا بنقول عليها كل طبعا احنا كلنا هنقول ده ده كده كده ده كده. لكن اي حاجه تانية انا بحب دايما اكون دقيق قوي في كلامي، مش اللي عارف اللي بيقف على الكلمه بس ايه، اقول اغلب معظم يعني لكن ما اقولش الكل. بس عايز اقول لك بقى ان لحد دلوقتي شوف اللي احنا اهو في سنه كام وفي القرن الكام لسه في ناس ممكن تبقى سنها كبيره على فكره. هي برضه مش واصله النضج لحته الاستثناء دي. هو مثلا دخل الجيش فتعامل مثلا مع الناس بتوع مثلا منوفيه، تعامل مثلا مع 7 8 مثلا وليكن، لا هم فعلا زي ما بيقولوا هو بخله. هو فعلا كل المنوفيه بخل. لا ما احبش حوار التعامل. يقول لك ايه، اصل انا ما قابلتش حد كريم، بس لازم هو يكون يعني عقله مدرك ان حتى لو الحاجه انا ما شفتهاش او ما قابلتهاش بس هي موجوده. اكيد موجوده. لا لحد دلوقتي الناس بقى بتقعد ايه، بتعمم، فاهم؟ حد حصل معاه مثلا تاتش معين مثلا في عيله، واحد صاحبي لسه من قريب في عيله معينه حصل كان في حوار جواز ومش عارف ايه، حصل دروب كده مع ولد قريب البنت دي، خلاص بقى العيله كلها وحشه من 60 في 70 بسبب شخص. شيء سيء جدا والله وهو مقتنع اقتناع تام. بص توديه تجيبه تكلمه تطلع تنزل هو مقتنع. خلاص العيله كلها. التعميم لازم يعمم. فموضوع التعميم ده نفسي بجد والله ان الناس يعني تاخد بالها ان الحاجه الوحيده اللي يبقى في فصل. بالظبط هو ان كلنا اي حاجه نسبه وتناسب. يبقى في فصل. طيب انا دلوقتي ماشي جمله للناس اللي هي بقى قاعده متوتره بسبب الثانويه العامه. انت اقول لهم خلاص الثانويه العامه يعني انا مش هتكلم. قول يعني بالنسبه لي هي الثانويه العامه انت اجتهد فيها زيها زي سنه. هي بالنسبه لي هي اطول سنه لو عايزين تصنف في حاجه او هي مميزه عشان بنركز معاها بس شويه. هي اطول سنه بتحس انها طويله بجد. ينفع الناس تبدا تدوس من 8 او 9 تخلص في 6 ولا 7 كمان تخلص في 7 واخد بالك. فطبعا فتره زمنيه كبيره ممكن تكون 10 شهور. 10 شهور انت كل يوم دروس كل يوم واجبات كل يوم امتحانات شهريه وبلا بلا. فهو فعلا في ضغط فيها. انا معاك. دايما بحس الطلبه دايما هو حاسس ان في حاجه فايتاه يعني. انا دايما ناقصني في حاجه ناقصه. بس اقول لك على حاجه اللي الموضوع والله العظيم بمنتهى انا ما عملتش ده بس انا يعني بكره ما يعيبني اتمنى ان ربنا يقدرني ان اعمل مع ده ماشي. حاجه لو بتخلص اول باول اقسم بالله شكرا لا اكتر ولا اقل. بس وشفتها مع ناس قابلتها. انا ما كنتش كده بس انا قلت لك شفت طلبه كده الموضوع عندهم بمنتهى البساطه. يعني انا قابلت اول 5 جمهوريه ده كان اول دفعه اشتغلتها مع المستر. الراجل ده من اروع الناس اللي قابلتها في حياتي يعني. ماشي. الراجل ده كان عباره عن ايه؟ الراجل ده بيقفل الموبايل يذاكر وقت المذاكره مذاكره وقت الهلس هلس بمنتهى البساطه. الدنيا بتتخلص بيخلص اول باول بيقول لك 5 جمهوريه
لو الناس بتاخد بالشكل وكده، عايز اقول لك الراجل ده انت تشوفه راجل ستايل قوي، وراجل شيك قوي، وراجل عباد مربي شعره مش وجسمه مش نجم مقطع. بقى ولابس لا نظاره. لا لا، مش اللي هو خالص. فده كان بالنسبه لي برضه يعني حاجه انا بتبسط قوي بالناس دي، عايز بتبسط بيها اكتر من الناس اللي هي بتبقى قافله قوي 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 على نفسها. اللي هم بيستنوا كل حاجه مقابل ان هو بالظبط. لا ده كان عايش حياته، عايش حياته جدا. بس عايز هو أقول ده كان بيسافر كمان. رايق جدا والله العظيم، بيسافر ويسهر مع صحابه وزمايله. اسمه عمار على يعني فكره، نموذج وياخد موجود. كليه ألسن. والله العظيم دخل النهارده تتخرج النهارده. بس خلينا نظبط المعادله، يعني هو النموذج ده موجود ان انت تعمل ده وتقدر تعمل ده، بس عشان في ناس ايه هتاخد اللي هو ايه اللعبه بس، يعني لا طب ما انا طبعا اقدر ألعب. لا. بس انت قلت في كلامك ان الراجل ده بيفصل تماما. انا باجي اذاكر اللي هو اللي قال لي كده والله، قال لي اكتب بقى في التليفون. فانا بذاكر دلوقتي بذاكر انت يعني. عارف ايه في التليفون؟ يعني ولا حد يعرف يوصل لك او تشقلب. مم. لكن انت سايب التليفون مفتوح، سايب الواي فاي. عايز اقول لك بقى اغلب الطلبه بجد دي قابلتها، هو بيذاكر الواي فاي مفتوح. ودي مشكله. بس تخيلها انت بقى معاك، ده يبعت له ده يبعت له. لو ولاد مثلا مش عارف ايه يعني كاولاد، خلينا نتكلم عن اولاد مثلا. والله اكيد مش بعيب فيهم طبعا، كلهم اخواتنا وكلهم اصلا، بس ولكن مثلا مصاحب عنده زمايل بنات، مش بقول لك اي حاجه وحشه والله، بس بعتوا له يسيب اللي في ايده، يمسك لا الموبايل، احنا نشوف بقى يودي. ده انت توريني يودي بقى فاهم، يودي. حتى والبنت برضه كده. مم. مش شرط يا عم موضوع اولاد وبنات، سيبك من موضوع اولاد وبنات يا عم. بنت وصاحبتها دخلت لها بتحكي لها بقى النهارده عملت ايه مع كذا، ولا ودي شوف كام ساعه. يعني هي سنه زي اي سنه، محتاج بس اذاكر اول باول. نظم وقتك. عايزه اول حاجه طبعا اراده، وعايزه اداره وقت، ازاي تدير وقتك صح. تمام. بس لكن هي عاديه جدا. تمام. طيب الناس اللي مش هتجيب مجموع ايه، خلاص العام انتهى لا اكيد ما انتهتش. يعني انا كلمه برضه على طول، كان حد من الاساتذه الافاضل يعني كان اثر في حياتي بصراحه، كان اسمه استاذ محمد عبد المعبود. تمام. ده مدرس فيزياء. الراجل ده انا عمري ما قابلته. يعني حكيت لي احنا عنه ادبي، كتير. احنا ادبي فاهم. يعني عمري ما دخلت فيزياء، بس انا الراجل ده اثر بجد. يعني عايز اقول لك 180 درجه ممكن في حياتي من غير ما اشوفه. انت ما شفتوش؟ سمعت بس كلامه قال ايه بقى؟ وصدقته. ماشي. فاهمني؟ يعني انا عايز اقول كلامه ده، انا مشيت ب4 سنين جامعه بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودعوات امي. لا كان بيفرق معايا جدا، كان بيديني ثقه وطاقه والله العظيم مش طبيعي. فمن كلماته اللي بحبها قال لك ميكانيكي ناجح احسن من دكتور فاشل. قال لك النجاح عندي كلمتين، يهمني الكلمه الثانيه، كلمه ناجح اهم من الكلمه الاولى. حط قبل الكلمه، يعني بص الكلمه الثانيه خلاص موجوده اهي، دي لازم. الكلمه الاولى دي حط اللي انت عايزه، سواق، ميكانيكي، حلاق، اي حاجه بس ناجح. ناجح ومميز. انا والله العظيم عن قناعه شخصيه بكده فعلا ان ميكانيكي الناجح احسن من خريج ألسن او سياسه واقتصاد او اعلام بس هو فاشل، مش محقق اي حاجه. محقق ايه في حياته؟ انا بص على الميكانيكي ده الاقيه ما شاء الله ربنا يوسع عليه بقى، بدل مثلا ما كان محل صغير بقى محل كبير، بدل ما كان واخد عماره بتاعته بقى عنده 2 و3. ده كده ببص ان هو فاشل؟ لا ده راجل ناجح. راجل ناجح. ممكن والله الشاب اللي هو خريج ألسن، طبعا اكيد مش بعيد بقى في الناس بتوع ألسن ولا سياسه واقتصاد عشان الناس تفهم الكلام غلط. لا اكيد مش كلهم، ده في ناس عباقره فيهم اكيد زي اي حاجه، بس برضه في ناس طبيعي جدا طبيعي بلح. يا اما دخلت بالغش، يا اما كان هم جابوا مجموعه وكانوا مجتهدين بس كان ستوب بقى لحد الثانويه. مجتهدين دخلوا الجامعه ايا كان سبب في يعني اللي فاهم ان هم مستواهم ينزل كده، صحبه بقى سوء الشيطان بتاع هم نفسهم. خلاص انا شايف شايف ان التعليم ملوش لازمه، شايف ان انا هشتغل حاجه ثانيه، شايف ان مثلا اشتغل مع ابويا كده كده فمش محتاج الشهاده في حاجه، فيسقط يجيب مقبول. انا بعيب في يجيب مقبول بس هو مش في دماغه. هو خلاص كده التعليم بلح، فده كده مش معاه حاجه في حياته بالنسبه لي. بس لو راح شغل باباه وكبر بص يعني وبقى حاجه فيه وطور وعمل، ده كده بقى ناجح، شخص ناجح. فهو النجاح مش مرتبط بشهاده. صح. انت ممكن ناس كتير جدا نبص يعني عليهم تلاقي ما شاء الله يعني قصه عبد الغفور البرعي ده قصه حقيقيه، بعيدا ده تمثيل ودراما وفي حشو في الدراما، انا كل ده انا فاهمه، بس مجمل الشخص الراجل ده موجود. قصه صعود. قصه صعود راجل ما يعرفش يقرا ويكتب بس بتعجبني. بس ممكن نوضح حاجه عشان برضو الناس بتمسك في الحوار، يعني الناس كلها ماسكه بتاخد حاجه بتمسك في حوار ايه، اصل بيل جيتس ما مش عارف ما كملش ايه ومش عارف ايه، وبعدين بقى هو صاحب شركه مايكروسوفت ومش عارف زميله. انت دلوقتي احنا بنقول ان النجاح مش مرتبط بشهاده، بس هو مرتبط بحاجات تانية، فانت ما تسيبش الشهاده وترميها. صح حلوه الكلمه، وتسيب الحاجات التانية. هو مرتبط بمجهود تتعلم. انت ممكن كده هتتعلم بس مش شرط ان انت تاخد شهاده باللي انت اتعلمته، بس تبقى اتعلمت وتعرف تعمل حاجه. صح كده؟ مظبوط. ده اللي انا كنت اقصده، انت ضفت صح كويس قوي. شكرا. دلوقتي انا عارف يعني ممكن خليني احكي حاجه باختصار وهسال منها سؤال. ماشي.
الحاجه اللي باختصار دي ان انت فترتك في ثالثه ثانوي ما كانتش الطف حاجه، خالص. وطلعت المجموع مش الطف حاجه. ايوه. انا والدنيا ودخلت في دور تاني. او دخلت في دور تاني يعني. فانت انت جاي من باك جراوند، شخص ما بيتعلمش، ما بيذاكرش، ما عندوش حاجه طمع المذاكره، وما بيعرفش يقعد ما يعرفش حاجه اسمها مجموع. لا انا عايز ماشي خالص. تمام. ثم حصل تيرن اوفر رهيب. انت قلت في بدايه الكلام ان انت طلعت ثالث كليتك. انا عايز افهم ده الشيفت ده حصل ازاي. يعني مبدئيا خلينا اقول الصعوبات. ماشي. انت دلوقتي الانسان بيفضل عايش بباك جراوند كده، هو في وصمها في الاغلب بيفضل موصوم بيها طول حياته. فانت فاشل ما بتعرفش تذاكر، يعني في نظر الناس، وفي الاغلب الشخص بيصدق ده ان هو فعلا فاشل وما بيعرفش يذاكر. انت مثلا مش فالح في الشغل وما بتستحملش شغل، فانت بتفضل طول حياتك بتتنطط ومش فالح فعلا في الشغل، بتصدق ده من كتر ما بيتقال عليك بتصدقه. فانت عملت التيرن اوفر ده ازاي؟ اللي انت التحول ده من شخص خلينا وصل دور تاني لشخص بيطلع ثالث كليه. انا فاكر انت تاني مش ثالث كمان. لا انا قصدي ثالث تراكمي. ثالث تراكمي، لكن انت انا فاكر انت في سنه اولى. انا في سنه اولى كنت تاني فرق بين الاول 5 درجات واتكرمت من الكليه وخدت شهاده تكريم وبتاع. وعايز اقول اصلا كان تقريبا كل سنه في الترم الاول كنت ببقى الاول. الاول بس الترم الاول. الترم الثاني بيحصل قفزه من اثنين زمايلي. بتحصل الترم ده بيبقى اكتر. وغير كده لسه لما اجي لك في الكلام يعني برضه اوضح لك كام حاجه. بس انا عايز اعقب بس اصلا على حاجه من الاول خالص. ان الثالث ثانوي هو مش باللي انت قلته بالظبط. يعني كان في تقصير كان في تقصير. وانا الحمد لله متصالح مع نفسي جدا وصريح مع نفسي جدا قبل ما اكون مصالح مع غيري. بس اقصد ان انا مثلا عايز يعني من اخطاء وانت اظن شاهدتها. انا كان عندي 16 ماده، انا مسكت ماده وكانت ال 15. فيا اكتر حاجه كانت طول السنه عيد وزي هو التاريخ بشكل مبالغ فيه اوفر وزياده. عارف اللي هو خلاص بقت بقولها بعدين. انت مهما تعمل في الماده مش هتاخد اكتر من درجتها. فهو الماده عليها 40 درجه خلاص شكرا. انت خلاص واصل اللي يخليك مثلا درجه عاليه فيها، بس برضه عمال فاهم تكرار وتحل وتعيد وتزيد تثبيت. تمام. فاهم قصدي؟ فهو كان في مذاكره مش عشان برضه ما حدش يعني اعتقد اللي هو. لا انا بتكلم على الباك جراوند كامله مش ثالثه ثانوي تحديدا. انت اللي هو تاريخك من اول اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي. لا يبقى اتفصصه عشان ده ما مشيش على وتيره واحده. خلي بالك. يعني انت كان في طلاب يعني انا بقول لك انا قلت لك من اولى ابتدائي حتى ثالثه ابتدائي انا اصلا ما بعرفش اكتب اصلا. كنت جامد قوي. يعني عايز اقول جامد في ايه بقى؟ مش جامد في كده تنجح ازاي؟ ما هو لسه جايلك اهو. كنت بقى اصل احنا كنا في المعهد يعني. طبعا الغش ما اقولكش يعني مش متخيل. انت ازهري مش انا بغش. فالمدرسه عندنا اسمها معهد عشان الناس ماشي. فاهمني. فلا كان بيبقى هم بيخشوا كانوا بيكتبوا لنا اصلا يعني ما اذكر يعني ما بيكتبوا لنا. متخيل يعني مش احنا بنكتب حتى هم اللي بيكتبوا لنا الاجابه. فده محمد احمد كان هيبقى مبسوط والله العظيم كان بيحصل. يعني فاهم. فمن اثناء ابتدائي خدت مع مستر ده. فطبعا في حياتي جدا انه ده خلاني بقى يعني كويس قوي في الكتابه والحساب. وده في وقتها تقريبا هو ده اللي بناخده يعني المهم. ده اللي بناخده وقتها يعني. فبس فبدات معاه وانا زي ما قلت لك يعتبر فعلا يعني ما بعرفش يعني مش اللي هو بقى ابيض بقى بس مش كويس. لكن خدت معاه. لا طبعا انا وصلت لمرحله ان انا كنت من اشطر الناس. اذا ما كنتش اشطر واحد اصلا فاهم. رابعه 5 6 كنت كويس قوي. واعدادي برضه كنت كويس قوي. بس مش كويس اللي هو بقى يعني دحدح العالمي بس كويس. بقى يعني فاكر كان ساعتها كمان دحدح ده واحد صاحبي اسمه علي وزه كده. ده ملك الحفظ. انا كنت واصل بحفظ حلو قوي في اعدادي بجد والله. يعني فاكر كنت مسمع دخلت وامي كتاب زي ما كتاب التوحيد والسيره زي بص من اول لاخر ماشي بالكلمه. كان ربنا ساعتها مديني قدوه حفظ رهيبه. نفسي دلوقتي اوصل ل 5% منها مش عارف اوصل له. المهم يعني فاهم. فاعدادي كنت ماشي كويس برضه يعني مش وحش. تمام. ولو ثانيه برضه الكيرف نزل امتى؟ هو ممكن ثالثه اعدادي. لا ثالثه ثانوي تحديدا يعني. ثالثه ثانوي لان انا بقى ركزت برضه بلاك في ماده فاهم. ببص شغال في الثاني شغال بس في وقت كنت مقصر فيها. فاهمني. ما بتاخدش اي اهتمام. يعني فاهم. يعني الانجليزي ما كنتش واخد اهتمام خالص. فكان الفكره بقى ان في الاخر هنخش فيديو تاني. ولكن ما كانش طبيعي ان احنا غشينا فيه وغششت اصحابي هم نجحوا فيه وانا جبت فيه انا فيديو تاني. قصه غريبه كده. انا عايز التحول ده بالنسبه لي ملهم لي انا شخصيا. لان انا حصل لي تحول شوي بس العكس. انا كنت شاطر طول بقى فتره لحد جيت في اولى كليه والدنيا قلشت مني. فاحكي لنا بقى يعني انت اصلا كنت داخل بقى الكليه بعقليه ايه يعني؟ احكي.
ان انا كنت يعني عايزها، فاهم يعني ما جاتش اللي هو دخلت اي كليه وخلاص. الموضوع ان كنت انا عايز تربيه تاريخ، بس انا مقتنع اقتناع تام ساعتها، هي لو ما جاتش فهي مش خير ليا، ماشي فاهمني؟ خلاص يعني انا عادي. تمام مش عارف هزعل طبعا، بس مش بزعل اللي هو عدم رضا، تمام الزعل اللي كان نفسي فيه. ماشي. بس انا يقين يعني مش العبد الصالح طبعا، ولا العبد اللي قريب من ربنا طبعا، للاسف ربنا يهديني يعني، يا رب يرضى عني ويرضى عننا جميعا. اللهم بس بتكلم في حته ان هو صدقني يعني، اعوذ بالله من الرياء ولا التفاخر، بس من اكثر الناس اللي ممكن بحس عندي يقين كبير في ربنا سبحانه وتعالى حتى وانا بعيد. يقين بص مش 99 9 والله العظيم 100%. يعني كلمه لعله خير المنتشره ما بيننا وكنت انا بقولها، لا لما جيت فكرت فيها او لما وصلت لامور كتير قوي، لا هو كله خير. مش هو مش لعله. لعله خير، هو والله 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 كل الامور خير، كل الامور بلا استثناء. عارف لو توصل لايه؟ وتوصل لحاجات احنا اصلا ما وصلناش، بس لو تقعد تدبر برضه في قصص الانبياء والصحابه وناس، حتى الناس اللي معاك، تيجي تبص تلاقي كله كان خير. سواء والله لو وصل لسجن، وصل لعزل، وصل لفقدان، وصل لبص لهبوط، هو هو خير. في اكتر ايه يعني من اللي انت بتقول، خليني اشاركك يعني في اكتر ايه من قصه من قصه الخضر. ما هي سيدنا صح الخضر صح، ما هي دي وسيدنا برضه كنت موسى. لسه والله هاجي لك ان دي برضه من الحاجات اللي يعني خلاص انا اللهم صبرا على ممنوح به. دي النتيجه اللي انت بتطلعها من القصه كلها. لا هو يعني سيدنا موسى ماشي في الرحله، هو الراجل ده مليون في المية بيعمل حاجه غلط، يعني مفيش خير في ان هو انت بتقتل بني ادم، بس هو خير. اكيد. هو ربنا سبحانه وتعالى هو ده الخير، ده الخير. يعني احنا طبعا احنا ربنا سبحانه بنبقى وتعالى عشان بيحبهم فالشاب مات، مم. فاهم ان هو عشان ده لما كان يكبر كان ممكن يوصل اهله للكفر، فخشينا ان يقوم طغيانا والكفر وخرق السفينه يعني اه هي كلها 100% مما لا شك اللي انت فيه. بتعمله ده غلط. بتعمل حاجه ما اكيد، اللي انت فاهمني؟ بتعمله ده غلط، بس ما هو دي مين عايز لك والله العظيم بجد يعني، دي على فكره طبعا انت عارف دي كانت مقرره علينا في سته ابتدائي السواق واحنا حافظينها، بس اول ما افهم القصه كان بعد ثالث ثانوي. تدبر شيء فاهم قصدي يعني، انا جيت سمعتها وفهمت بقى. في تفسير جميل قوي لو تسمح لي اشاركك بيه، ان في ناس بتقول ان القدر تمثل في شخصيه سيدنا الخضر، فهو بكل المعاني هو الشيء اللي انت مش متفهم هو ازاي صح او هو ازاي خير، وبيحصل غصب عنك. يعني طب احنا بنرضى، بس هو الحاجه بتحصل لنا، يعني احنا لما هو حاجه بتحصل غصب عنك انت مش أو في الاغلب انت ما بتختارهاش، او حاجه يعني حاجه بتحصل من بره وانت مطالب ان انت ترضى بيها وانت مش عارف. ايوه فاهم. فهي تعالى طبق ده على الثلاث امثله اللي سيدنا موسى مر بيهم مع سيدنا الخضر. الغلام والجدار والسفينه. الغلام والجدار والسفينه. أيوة. انت كلها امور تبدو من الخارج، يعني هو حاجه حصلت وسيدنا موسى مش عايز تحصل، كلها حاجات تبدو من الخارج غريبه جدا. يعني ازاي في خير في قتل بني أيوة. ادم، ومن وراها خير كبير احنا مش شايفينه. فهو الثلاثه تيجي تحط الثلاثه دول كده هتلاقي ده فعلا القدر. فالله ده تفسير من ضمن التفسير، انا ما بجزمش بشيء فيه، بس هو موجود يعني. عايز بس اضيف حاجه برضه طبعا كلامك. لا ده بتاعك دي حلقتك يعني. لا والله مش قصدي، احنا بس بنحاول يعني انا شايف ان كان كلام مفيد والله، مش بنقول حاجه وحشه. السؤال هنا ان في حاجات بتحصل معانا وارد جدا في الدنيا ان انت تفهم بعدين ان ده كان خير ليك وان ده كان لازم يحصل، وارد ما تفهمش خالص. وما تفهمش. فبنضرب المثل برضه زي ما انت طبعا بدات بقصه الغلام والسفينه وبتاع، فالاهل الغلام عاشوا وماتوا وهم ما عرفوش ان خير موت ابنهم ده كان خير ليهم قولا. فعشان كده لسه بقول لك هو لازم هو مش تعلق، هو كل امور خير، بس لازم بقى مساله يقين بقى ان انت قصدي ممكن حاجه تحصل وعدى 20 سنه وانت لحد دلوقتي لسه بس لازم جواك اليقين هي اكيد خير 100%، مش عندك تذبذب 1%. طب يا ترى ايه الخير في كده؟ ايه العدل في كده ان ده يحصل؟ سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، يعني سيدنا يعقوب ساب ابنه في البير عزيز مصر، هو عشان ده يحصل فهو سيدنا يعقوب رضي، حزين على ابنه بس هو راضي، يعني ما لم يبدي امتعاض ولا تذمر. لا هو حزين ان احب اولاده ليه مش موجود، بس هو راضي وبيدعي دايما ان ربنا يجمعه بيه. تمر السنين عزيز مصر، يعني من طفل مرمي في البير، يعني مستقبله ما مربوط بالموت، ومن سجين سجين ايه سجين حلو حد في السجن، وكان بيخش السجن في ما كانش بيطلع تاني، خلي بالك يعني هو كان محكوم عليه فاهم، هم اللي حاكمين طبعا كان لا. وسيدنا محمد كان ليه قول في ده ان هو
يعني استغرب من سيدنا يوسف ان لا ده مش سجين، ده بييجوا عشان يخرجوه ويقول له اخرج لا فاسال، انا مش فاكر، مش متذكر الايه بالظبط، بس اللي هو ما بال النسوه التي قطعن ايديهن. لا لا، ده انت ارجع واساله بقى، شوف في ايه حصل في القصه دي، انا مش طالع، انا مش عايز اطلع. ايوه فاهم. يعني ده هو كمان الناس اللي بتبقى قاعده في السجن هتموت عشان تخرج يعني. هو لا، انت هعرض عليك انت تطلع، انا مش هطلع. فانا مبسوط قوي بالحته دي ان احنا اتكلمنا فيها. فده برضو نقدر نعكسه على موضوع الثانويه العامه، ان ايا كانت النتيجه هي كلها خير. انا اتذكر جمله كان عمي قالها لي في ثالثه ثانوي برضو، قال لي قبل النتيجه بيومين ثلاثه، قال لي ايا كانت النتيجه جبت 50%، 60، شلت ملاحق، طلعت الاول على الجمهوريه، تقوم تصلي ركعتين لله وتقول الحمد لله، ايا كانت النتيجه، ايا كان اللي هيحصل. ايوه فاهم. ف يعني خلينا نكمل. كمل لي بقى التيرن اوفر. انا عندي تفاصيل كتير يعني، انا ممكن اقولها، لو مش هتقولها انا لا لا والله هقولها. انت اسال طيب ولا احنا دلوقتي دخلت الكليه، انت داخل بنيه شكلها ايه، وايه اللي حصل يعني، انت جوه دماغك ايه اللي اتغير جوه دماغك، ايه النيه اللي انت نويتها، ايه القرار اللي انت خدته، فيحصل التحول من شخص بينزل دور تاني عشان يعيد ويعدي من ثالثه ثانوي لشخص بيطلع تاني الكليه. انا كنت عايز اقول حاجه بالنسبه لدي برضه، حاجه استنتجتها كانت بالنسبه لي حاجه كويسه يعني. استنتجتها في وقتها؟ لا في يعني في ولا بعد ما الرحله خلصت؟ لا بعد ما خلصت يعني. تمام. بالنسبه يعني انا قلت لك ايه، ما ترددش مثلا في المجموع. مش اجمع بس براحتك يبقى حط هنا صوت صرصور الحق. بقول لك ان انا ما ترددش في المجموع، وان انا دخلت دور تاني، دي كانت حاجه اول مره تحصل والله، ما كانتش حصلت قبل كده خالص، فكانت طبعا صعبه عليا جدا. لا وتحصل في اهم سنه في حياتك يعني، في وقتها دي اهم سنه في حياتك طبعا انت فاهم. وما في حصلتش في يعني حد مثلا من اخواتك او قرايبك او كده، فكنت انت عارف انت اللي هو ايه، شفت البنت لما بتعري اهلها، فكنت حاسس الاحساس ده اللي هو انت عارف اهلك جدا، لان التعليم عندنا يعني دي اهميه يعني. في بيوت شو انا شفت ده، التعليم مش مهم عندهم، عادي يعني قشطه، نجحت ما نجحتش عادي، جبت دور تاني عادي، عدت السنه عادي، الدنيا قشطه. لا احنا عندنا فاهم اللي هو لازم حاجه كده مصريه كده لازم يعني. فما توفقتش زي ما قلت لك انا والله ما يعني بقعد اقول الموضوع كذا حاجه لحد دلوقتي، مثلا ما افتكر اقول ايه، بسميها نكسه، بس خير بجد، صاحبها خير كبير قوي فاهم. ممكن ابتلاء، عقاب، تقصير، يعني كذا حاجه كده في بعض، بس هي كانت خير، كان لازم تحصل يعني. رجع بيها الزمن اهو النهارده انا قاعد معاك اقول لك يعني عايز ده يحصل جدا، يعني في وقتها طبعا عمري ما اتمنى ده، هي محنه اعقابها فاهم. الحمد لله. فالمهم يعني ان دخلت الدور الثاني وتوفيق ربنا اهو عدى ماشي، جبت 66%. فانا كنت نفسي في تربيه تاريخ يعني كليه التربيه، فكليه التربيه السنه اللي قبل مني كانت 70% ماشي، فالسنه بتاعتنا نزلت 50%. فدي بالنسبه لي معجزه، ان هي من 70 كليه تنزل 50 تنزل 20%، انا كنت عمري ما شفتها وعمري ما تخيلتها. فانا حسيتها ساعتها طبطبه ربنا سبحانه وتعالى يعني، والله حسيتها كده يعني بجد. ووالدي هاتوا كده الله اعلم، بس هي ده حصل، بنتكلم في حاجه حصلت، مش تخيلات، او مش شايف ان ده حصل، مش شايف ان ده مش طبيعي ان بيحصل يعني. مثلا مفيش كليات يعني، هات كليات ثانيه كده بص كده فين، او ان لحد النهارده مثلا طب هات لي كليه مثلا 90% نزلت 70%، فاهمني؟ ما شفتهاش. فكان جاب لي خاطر كبير قوي بصراحه من يعني، واتبسطت قوي وارتضيت قوي جدا طبعا. يعني عارف كده حسيت ايه اللي هو خلاص يعني حصل كذا، بس شوف انساه، شوف اللي حصل دلوقتي، شوف بقى اللي في ايدك ده انت هتقدره وهتحمده وتشكره عليه وانت تستاهل وتستحقه، ولا انت زي ما انت مثلا لسه فاهم. فبعد كده دخلت بقى يعني ايه، دخلت الحاجات اللي انا كنت عايزها، انا كنت عايز تربيه تاريخ ربنا كرمني ودخلتها. فلما دخلت بقى حرفيا يعني من اول يوم رحت والله، انا فاكر اليوم ده لحد دلوقتي يعني، انا بنسى عموما بنسى جدا، بس لحد دلوقتي فاكر اليوم ده بتفاصيله. فاكر عارف الرحله كلها من خناقات صاحبي في الاتوبيس لنزلنا بعد الجامعه، فاكر اتصورت فين، فاكر الصوره، فاكر التاريخ، فاكر كل حاجه، فاكر بص كل كده في التفاصيل. فما دخلت بقى وكده من اول يوم انا بصيت عند اليافطه كده، عارف ان هي ان شاء الله هكون فيكي حاجه يعني، هكون مميز يعني، يا اول يا تاني. والله العظيم قلتها كده مع نفسي فاهم اللي هو يعني. بعدين حتى لما جت انا قلت هي ما جاتش بالصدفه، لا يعني ما بشوفش في حاجه بتيجي بالصدفه، مفيش صدفه فاهم. هو انت بس انت اشتغلت بقى، مش برضه تقول لك حاجه وتنام عليها وفي الاخر مستني النتيجه، دي برضه دي بستغربها بصراحه فاهمني. فالمهم يعني ده اول يوم حددت خلاص، انا عرفت انت عايز ايه، اللي هو حرفيا قلتها والله، مش كلام كبير ومش جمل، بس قلت والله اكون او لا اكون، انا قلت كده يعني.
قلت انا الدفعه كان فيها 750، فقلت لازم ان انا اكون مميز وسط الناس دي، مش عايز ابقى زي اي حد. وبعدين كان في النكسه بتاعت الثانويه كان في ناس شمتت في اهلي وكده، فكان لازم يعني اهلي ما يستحقوش مني كده، ولا هم تستحق كده ولا ما يستحق كده، ولا ان فاهم ان حدش فيهم بسببي، يعني هم ما قصروش معايا في حاجه. فانا عايز الناس دي تفرح، يعني الناس دي تفرح قبليه، مش ان انا بقى عايز وبعدين ناس كتير في الطريق ده شافت ان مصطفى فاشل، هو خلاص حكم كلي برضه فاهم، مثلا سواء كان عدم توفيق، سواء كان هو قصر او ما ينفعش تحكم على حد فاهم حكم كلي. صح. ما ينفعش كده خلاص، مش تلخص انت حياته انت دخلت مشروع حطيت فيه كل راس مالك وفشلت بسبب يعني كل حاجه اقدار وكل حاجه، بس قصدي انت كان في جزء كبير بسبب غبائك، بسبب انك ما درستش الموضوع كويس، فخلاص محمد عمرو فاشل. فاشل في عموما بقى، وكمان نظرتي ليك حتى ان انت شخص فاشل، ما ينفعش. ما توفقتش في ده، بكره تقوم تقف على رجلك تعمل حاجه احسن واكبر مليون مره واعظم من اللي كنت فيها، وكان لازم افشل هنا عشان اتعلم منها. بالظبط يا عم، احسبها كده، ممكن تبقى مش كده، بس راضي نفسك يا عم ابتلاء، وان الله اذا حب عبده ابتلاء، وارضى وقول اللهم قدر الخير ثم ارضني به، وارضى عشان ربنا يرضيك. لكن انت لما ما ترضاش ما هي كلها رضا، انت ما رضيتش عايز تترضى، يعني دي حتى مش معادله، يعني ارضى تترضى، ده مما لا شك فيه. ما ترضيتش في الدنيا ترضى في الاخره، فاهم؟ بس كده ولا كده لازم في يقين ان ربنا هيرضيك، والله العظيم ده لازم يبقى كل حد عنده اليقين ده، فارضى تتراضى. لكن انت ما رضيتش، عايز ربنا يرضيك ازاي طيب؟ ايوه هو ربنا كريم وربنا رحيم وربنا ولله مسألة ربنا كل شيء، بس برضه يعني خلي فيه ايه، فاهم؟ في معادله كده تعرف متقاربه كده، يعني ده بالعقل يعني. فكنت بقول ايه معلش، ممكن نرجع احنا نرجع بقى. انت كنت داخل بنيه ايه، او كنت قلت تحول لك جه منين يعني؟ تحاول، كنت بقول لك يعني فاهم، فمن اول يوم قلت لك ان انا كنت عايز اكون مميز وبتاع، فعملت على قد ما قدرت، على قد ما دماغي جابت ان انا اخرج بالاطار التقليدي، فاهم؟ وافكر بقى الصندوق واشوف انا ازاي هوصل لده، ماشي. فاهم؟ فشفت خلف الدهشوري خلف ده، انا شبهه كده، كنت داخل زيه كده، اللي هو داخل ما بروحش اي حته، ما بخرجش بتاع، قفلت على نفسي قفله اللي انا ما كنتش بحبها، اللي هي بتاعت الناس الثانيه، بس ده برضه عشان انا كان في بقى في ضرب كده، فاهم؟ في ضرب حصل يعني، فانت بقى ما قدامكش حل، ان انت لازم فاهم، لازم تجيب حاجه، لازم تطلع بحاجه. فمن هي ما اول ما دخلت، اول حاجه دورت عليها سنه ثانيه، لهم دلوقتي في الناس اللي في ثانيه وانا في اولى، اروح لهم افهم الدنيا ماشيه ازاي بيذاكروا، فين الاول على الدفعه، اقعد معاه اصح مصلحه، المشكله وانا مش طالب منه حاجه، ان الراجل ده لو عنده حاجه هيفيدني بيها يشكر، مش هيفيدني خلاص براحتك عادي، بس فيدني. انت كنت لسه زيي، فانت خارج من اللي انا لسه يعني انت اللي انت داخله. اللي انا داخله، فانت ممكن تعرف تفيدني، يعني عايز اعرف انت طريقه مذاكرتك عامله ازاي، مش شرط امشي على نفس النمط بتاعك، بس ممكن اطلع بحاجه هتاخد منه اللي يفيده. اطلع منك اللي يمشي معايا انا. انت راجل مثلا بتعرف تحفظ والحفظ جايب معاك، انا ما بعرفش احفظ بس بعرف افهم، بس عايز افهم انت بقى مثلا تقول لي بتلخص ازاي، بتحذف ازاي، بتجيب امتحانات، اسماء الدكاتره، تقديراتهم، دماغ الدكاتره، الدكتور ده عايز ايه؟ ما هو انت بتمشي على دماغ الدكتور عايز تلخيص لخص، عايز كتابه كتير اكتب كتير، الدكتور بيحب كلام المحاضره يبقى اكتب له كلام المحاضره، الدكتور بيحب مصادر خارجيه يبقى اكتب له مصادر خارجيه. شوف هو امشي على دماغه. عشان كده ده الموضوع برضه جدا، ان في ناس كتير بتذاكر في الكليه، الكليه كمان اللي عندها مقالي، مش دعوه بالكليات اللي ببلشيت، ده قصه ثانيه ونظام مذاكره مختلف تماما عن، انا بتكلم عن الناس اللي عندها مثلا مقالي، فاهمني؟ فهو انت لازم تمشي على دماغ الدكتور، وبرضه لازم يعني وليكن مثلا عندك فصل دكتور جابه في الكتاب، هو في الامتحان سوري، هو 40 صفحه، حلو الكلام، فانت عايز ال 40 صفحه دول هو اقصى حاجه تكتبهم كام صفحه؟ 6. ماشي. اعوذ بالله من انا يعني، بس ممكن ال 40 صفحه اكتبهم لك لو عايز في 4 ايات ومش سايب حاجه. واحد تاني بص هو حافظ ال 40 صفحه، اديله انت بس وقت واديله ورق هيكتبهم لك. فهو والله انا وكنت بحاول يعني الناس بشوفها كده، بحاول اتكلم معاه بس برضه حافظين، والله عارفين يغيروا الكلام ده. هو حافظ 40 صفحه، فهو في الست ورقات اللي هيكتبهم بص مش هيسيب سطر من اول كلمه لاخر كلمه، وكله من الكتاب، مش بقول لك بقى بيجي من بره، بس هو اتكلم على مثلا 25 صفحه بس، واتكلم حلو فيهم قوي. في 15 صفحه ما استفادش عنهم، في ناس حاجات في مواضيع مهمه واصلا ما جابش يعني ما جابش سيرتها، ما سلطش الضوء على الحاجات المهمه للدكتور. تمام. ميز ورقته بايه؟ ما هو بص انت بتذاكر في الاخر ايه الفيصل بينك وبين الدكتور؟ ورقه الامتحان. سيبك من كل اللي انت بتعمله في السنه، انت هو اللي شايف الفيصل مذاكرتك. هو بالظبط، هو شايف ورقتك، هي دي النقطه
ان الدكتور شايف ورقك. وبرضه بقرر تاني، انا مش بتكلم على البابل شيت، انا بتكلم على المقالي، بس تمام. اللي عندها امتحانات مقاليه. فهي الفكره كلها انت ازاي بقى هتميز ورقتك دي. فعندي ابن خالي ربنا يبارك له، يعني هو كان قال لي كلمته، ده كان من الناس اللي يعني ما شاء الله في حياته الدراسيه هو دماغه دكتور حرفيا، يعني حتى هو في كليته كانت ناس تعلم ان هو دكتور، ولا وجاله معيد ما شاء الله. بعدين المهم يعني هو اهل كده ودماغه كده، دماغه دايما تجيب دماغ الدكاتره. قال لي كلمه فضلت لازقه في دماغي بقى سنين، فرقت معايا جدا. قال لي لو انت رديت انت دكتور، انت وانت بتتعلم بتكتب اعمل ان انت دكتور، وانت لو رضيت عن شكل ورقتك الدكتور هيرضى عنها، انت ما رضيتش عن شكل الورقه عمر ما الدكتور بتاعك هيرضى عنها. فدي كانت فارقه معايا جدا. فانا خطي وحش جدا، سيء. بس قدر الاستطاعه كنت احب اكون منظم جدا، ابدا الورقه صح، ابداها كويس قوي، فاهمني، اميز وقت ان انا اكتب من المحاضره لو هو عايز، لو ان هو ضاف حاجه يعني. طبعا ده ما كانش بيحصل كتير. مصدر خارجي حتى ولو سطر، حتى ولو جمله، بس في موضوع مهم وانت عارف ان هو مهم بالنسبه لي. الموضوع ده الفصل ده بالنسبه للدكتور مهم جدا. تمام. هو حتى ربما كان قال لك ممكن يجي، هو في امتحاناته وكان بيكرره كتير، فلا يبقى ده بتستنتج ان ده فصل مهم بالنسبه له، ده مهم كده من اهم الفصول بالنسبه له. فلما يجي لك سؤال عنها في الامتحان فانت محتاج ان انت تتكلم عنه بتمييز. هو هيصح 750 ورقه، ورقتك انت عشان يديها امتياز ايه اللي انت عامله؟ كاتب من الكتاب؟ طب ما كله كاتب من الكتاب، فين التمييز؟ فالتمييز بقى التفاصيل اللي انا حاولت قد ما اقدر اغطيها لك، زي ما قلت لك التنظيم طبعا والعناصر، وانت هتلفت نظره بايه في الورقه، ايه اللي انت هتسلط الضوء عليه. تمام. فده كان لازم التسليط الضوء ده طبعا بتكتبه بالاسود وبتاع تخليه يشوف، فاهم. فالمهم الترم الاول يعني مش انت نفس المواد ده زي ما قلت لك، ما كنتش بضيع وقت والله خالص. ويعني عايز اقول لك لو كان مثلا في محاضره الساعه 5 والمحاضره خلصت الساعه 12 في 5 ساعات، اغلب الناس بتروح، مش كله طبعا، الناس بتستنى، بس اغلب الناس بتروح، انا مش بستنى. طب ال5 ساعات دول كنت بعمل فيهم ايه؟ انا ما كنتش بضيع فيهم وقت والله. على ما اذكر كنت ممكن اروح برضه المدرج بتاع ثانيه او ثالثه او رابعه، اي حد ضيع مع وقت، بس انا هستفيد. اسال بقى على الدكتور، اصل انا داخل بلح، انا داخل ابيض مش عارف ازاي اذاكر، ده نظام مختلف تماما، وعايز اعرف نظام الدكتوره من اكتر من حد. انت جبت مع الدكتور امتياز، انت عملت ايه؟ انت جبت مقبول، طب انت عملت ايه؟ انا اتعلم من ده واتعلم من ده، شوف ده عمل ايه واعمل زيه، وده عمل ايه فابعد عن اللي عمله وخلاص، فاهم. فده كان في ناس بتقول لي كده، في ناس تبقى صريحه. واحد يجي بص انا مليت له الورق ده، والتاني اللي بتاع الامتياز قال لي انا كاتب 6 صفحات دماغ الورق. خلاص انا غالبا استنتجت برضه، بس مش مقياس كامل لسه، برضه لسه الصوره مش واضحه قوي، عايز من كذا حد عشان اتاكد، بس مؤشر هبني عليه. وانا برضه في اخر المحاضره هسال لو في مساحه، يعني لو سمحت يا دكتور حضرتك بتحب حضرتك كتابه، حضرتك تحب في السؤال كم صفحه، واللي يقوله تمشي عليه بص بالحرف. والله كانت بتحصل كتير قوي. مثلا الدكتور يقول لك في صفحتين ما تعديش، تلاقي واحد مليان ورقه. احيانا في ناس بتجيب التقدير وفي ناس ثانيه ما بيديهاش، فاهم. بس قدر المستطاع امن بالنسبه لي، طول ما انت ماشي مع كلامه فانت في الامان. ماشي. فانت لازم تمشي مع دماغه هو. جامد كده. ده سنه اولى. انا هسيب الكليه وهرجع لها تاني. ماشي. انت بقى في سنه تانية، انا فاكر ان انت نزلت مع مستر محمد السيد. تمام. فانا حابب اسالك عن طبيعه شغلك كانت عامله ازاي، دي حاجه. الحاجه التانية، توفيقك بين الشغل هناك، الشغل والكليه. يعني انت ان انت تطلع تالت تراكمي، ده معناه ان انت ال4 سنين تعبت. تمام. فانت ده سنه اولى بس، انت كده كلمتنا عن اسلوب مذاكره بشكل عام كمل معاك ال4 سنين، بس انت زودت على نفسك جامد شويه في اولى. تمام. انت بقى الشغل جالك ازاي او وصلت له ازاي، وطبيعته كانت عامله ايه، ووفقت بينه ازاي وبين المذاكره؟ ايش ما عشان نودي بقى ذلك، انا حابب ان احنا نخلص اولى عشان اولى بتلحم في ثانيه. لسه ما خلصتش. مش اسلوب مذاكره بقى، يعني مش اسلوب مذاكره ان خلاص احنا هنتكلم نذاكر ازاي، بس احنا بنتكلم بقى دلوقتي فكره ان الترم الاول كان خلص الحمد لله، كنت توفقت فيه جدا، كنت واصل لمرحله من الثقه في الله سبحانه وتعالى. يعني تقريبا ما وصلت لهاش يعني في سنه اولى دي لحد النهارده، عمري ما وصلت للثقه الكبيره قوي دي. يعني انا داخل اللي هو ايه، لا الترم الاول خلص وانا فاكر كويس قوي، انا مروح اخر امتحان في الترم الاول، انا مروح في الطريق كنت بوست على الفيسبوك اللي هو كان فيه معناه يعني ان خسرنا او وقعنا او ولكن ولن نهزم بعد اليوم. جامد. وانا ما شفتش نتيجتي، بس انا مروح واثق في الله سبحانه وتعالى، واثق في نفسي، انا مبدع، انا عامل اقصى ما عليا وزياده، يعني كنت راضي عن نفسي. التعب بقى اللي انت بعديه بترتاح وتسيب ايدك، انا خلاص عملت كل اللي خلاص مفيش اكتر من كده، فاهم، والله ما في اضافه اكتر من اللي ضفتها. فالترم الاول خلص ونتيجته ما عرفتهاش. ممكن اقول حاجه؟ في مثال بيحضرني في المقوله دي بيأيد نفس اللي انت بتقوله.
يورجن كلوب، هنرجع نروح للكوره في يعني دي حاجه، دي ذكرى نكباء بالنسبه لي، بس انا يعني هي بتقال اللي انت بتقوله. يورجن كلوب بيقول انا بعد هو كان بيلعب برشلونه في 18 19 فقبل النهائي، فخارج الماتش الاولاني فريقه عمل ماتش جامد جدا على برشلونه، لكن ميسي كان في الملعب فخسروا 3. هو طلع في المؤتمر الصحفي قعد يقول احنا بنلعب لعيب من مستوى مختلف مش عارف ايه، فجم يلعبوا برشلونه في الاياب، ليفربول محتاج 4-0، حلو. محتاج 4-0 او لو برشلونه هتجيب جون فكل جون برشلونه هتجيبه هو محتاج يجيب قدامه جونين، ماشي. فيا اما 4-0 5-1 6-2 وهكذا. فهو الليفر كسب 4، خلاص الناس كلها عارفه ده، الليفر كسب 4. يورجن كلوب بيسالوه انت روحت عملت ايه؟ قال لك انا روحت نمت، انا خلاص يعني. حتى ساعتها هو ذكر لفظ قال لك انا قلت لمراتي تطلع تنام بره، نمت على السرير لوحدي، وقال لك انا نمت نوم بارتياح ما نمتوش في حياتي. فهو نفس الكلام انت بتقول ان انت حسيت انت خلاص انا مرتاح، انا رامي ايدي خلاص، انا عملت كل اللي اقدر اعمله ونجحت. ده بس تقريبا، بس انا بحب المثال ده قوي وبحب هو فعلا هو والله يعني لمسني قوي، انا افتكرت فعلا ساعتها عارف خلاص يعني، انا احاول افتكر ان انا فعلا اليوم ده نمت انت فاهم خلاص مبسوط وبتاع. لسه النتيجه ما اعرفهاش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، خلاص. بس انا والله العظيم 3 انا فعلا ما عندي حاجه ضغط اكتر من الليفت، وراضي عن نفسي عارف ودي صعبه قوي ان حد يوصل انت تقول نفسك فعلا حاسس والله ما في ضغط اكتر من الليفت بسنتي حتى، يعني كنتش بنام. انا فاهم ما كنتش بنام والله. فاهم. فاكر انت بتطبق في ايام يعني الامتحان؟ انا فاكر في ماده اخويا راح وجي وانا لسه قاعد يعني والله العظيم يعني كان فاهم يعني تعبت فيها في الاخر يا سبحان الله ما جبتش فيها مثلا تقدير الماده دي، شوف وين تعبت فيها اكتر ماده، بس فضيت بمواد ثانيه فضيت بحاجه ثانيه، كله بيكمل بعضه عادي. ربنا بيحسب على التوتال بالظبط. التحول بقى بتاع الترم الثاني بس الترم الشغل انا اسف. لا لسه الترم الثاني بس. ماشي قول. يعني كده قلنا الترم الاول قلت لك، والترم الثاني مشي بنفس النمط خلص الحمد لله على خير. فالحته بس بالنسبه لي بجد اللي بحب قوي ان انا لو جت فرصه او جت يعني مناسبه ان انا احكيها. الترم الثاني لما بابا جاب لي النتيجه، هو جابها لي قبل في الكنترول قبل ما تطلع بيومين، يعني هو كلمني مبروك انت جبت جيد جدا بس معليش اكتر من كده. فبكل الثقه فاكر حتى كنت فين ساعتها، وبص الحاجات دي ما انساش ابدا. قلت له بس ان شاء الله يبقى جيد جدا مرتفع، وان شاء الله يا اول يا ثاني دفعه. فاهم. يعني فالثقه الكبيره دي مش طبيعيه يعني. انا عمري ما سمعت، مش قصدي والله برضه اعوذ بالله من الرياء او التفاخر او اي حاجه، ده كله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى مش شاطره مني، بس انا فعلا عمري مثلا ما سمعت حاجه زي كده حد بالثقه دي. يعني هو ابوك قال لك انت خلاص نجحت وقال لك التقدير، انت بتقول له لا ان شاء الله مرتفع، ومش بس مرتفع بتقول له ان شاء الله اول يا ثاني، وبرضه مش على كده الموضوع اتقفل. بعدها بيومين قلت دلوقتي جبتها من على النت ماشي، جبت نفسي لقيت نفسي الحمد لله جيد جدا مرتفع فعلا زي ما قلت، بس طبعا التقدير مش مكتوب، سوري الترتيب مش مكتوب الترتيب الكامل، انت بتقعد تدور بقى، فانت عندك 750 واحد، فانت محتاج تدور من واحد لحد 750، شوف نتيجه كل زمايلك، شوف كم حد اعلى منك على اساسه هترتب نفسك. فعايز حد عنده خلق وعنده صبر، انا عملت ده بالفعل مع 750 750 يعني ما شفتش حتى انت شاكك فيهم؟ لا انا يعني انا برضه ما كنتش عارف كل الناس قوي، كنت الناس عارفاني كلها عشان كنت ماسك جروب الدفعه فيسبوك والواتساب بتاع يعني اعوذ بالله من كنت انا اعمله، الناس كلها كانت عارفاني فاهم. وقدر الاستطاعه يعني كنت في حاجه يعني كنت ببعت على طول مثلا اجيب محاضرات من مش انا خطي مش حلو، تشوف مثلا مين احسن حد بيكتب وترفع وارفع يعني قد ما كنت متعاون معاهم قوي يعني، قدر ما ربنا قدرني يعني جامد فاهمني. فالمهم يعني جبت بقى النتيجه بتاعت زمايلي، فانا بدات مثلا وليكن هم 750، فانت بتبدا بالترتيب، من رقم واحد وصلت لرقم 28 ده لقيته جايب اكتر مني ب5 درجات. فالعقل والمنطق لو هتحسبها ورقه وقلم، اعتقد ان اي حد كان هيقول لما انا لسه في رقم 28 ولقيت واحد اعلى مني ب5 درجات، لما اوصل ل 750 اكيد هلاقي 5 اعلى مني 10 اعلى مني، مش هقول لك 100 ولا حاجه، لكن وحياه لا اله الا الله ده حصل. انا واجبت الراجل ده زميلي اسمه احمد عمر ربنا يبارك فيه، هو صاحب فضل عليا جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، الله يدي الجامعه، هو علي عبد الغني واحمد جمعه والشيخ عبد الرحمن، الناس اللي ساعدتني يعني ربنا يبارك فيهم، ساعدوني كتير، اقول لك ساعدوني في ايه لسه. المهم يعني فانا لقيت هناك واحد جاب اكتر من 5 درجات، فانا قلت بنحاول في كده خلاص كده ده بس. طبعا بعد ما مشيت ربنا هو بس ده مش بالعافيه يعني، بس الثقه يعني خلاص كده ان شاء الله الشخص ده بس، انا مش لسه اعرفه حتى، قلت ان شاء الله مش هلاقي حد تاني. ففضلت مثلا من الساعه 5 المغرب لحد 3 بالليل، عشان طبعا في ضغط على الموقع وكده واحنا كليه تربيه، 5 المغرب 3 بالليل بتدور؟ هو شغال ساعتها اصلا والموبايل فصل شحن بالليل، وكان روحت وكملت، كان لازم اتاكد عشان لما انزل انا اصلا مجهز البوست على فكره، يعني مجهز بوست
والله كان جاهز، بس طبعا كان ناقص انا مش عارف أول ولا تاني؟ وتقديم، مش عارف جاي جدا مرتفع ولا جاي جدا امتياز، انا ما اعرفش، بس مجهز للايه القرانيه ومجهز ان انا بفضل الله ومجهز. انا صح ضفت بحاجه بسيطه اللي هو بص ثقه كانت كبيره جدا عمري ما شفتها، يعني يا رب اوصل لها كده. فالمهم يعني ايه، سجلت 3 ما لقيتش حد، خلاص كده عارف اللي هو انت مش عارف اقول لك طبعا فرحه بقى انت عمرك ما تتخيل. ويمكن الفرحه الاكبر بقى كان بالنسبه لي، عايز اقول لك يعني اكتر لحظه فرحتني لما الكليه في سنه ثانيه بقى كرمتني، يعني كرمت الناس اللي انا في سنه اولى، فاخدت امي وابويا معايا. رديت لهم بقى. فانا ساعتها حسيت يعني هو دي الفرحه الكبيره بالنسبه لي والله، يعني اصل هو ده الهدف، انت في الاول قلت لي انا عشان من قبل ما يكون عشان نفسي والكلام ده، ومشيت تانية تالتة رابعة عشان برضه الناس دي تفرح. يعني أنا عارف ومقرر أنا مش هكمل في الجامعة، مش هشتغل معيد ودكتور والكلام ده نهائي. فكان واحد صاحبي كان بيقول لي طب أنت خلاص لما أنت مش هتشتغل خلاص يعني ممكن ما تجتهدش قوي أو ما تديش الموضوع أهمية. أنا كنت برضه بقيت السنين وبدي نفس الأهمية. مش الحزق ده بقى يعني ما أنت مش هتشتغل في الجامعة، أنت لو مقبول زي امتياز تعمل بيه حاجة ومش هتعمل بيه حاجة. ده احمد ايهاب. ده صح احمد ايهاب. فهو كان بيقول لي دايما كده يعني موجود زي امتياز. هو اللي دخل الفكره دي في دماغنا. فاهم. يلا وانا كنت بقول له انا كنت بقول له يا عم والله انا كنت بقول له انت غلط، بس بقول له انا عايز افرح عمري. خلاص هم هيفرحوا كده، هي فرحتك كده. خلاص يا عم فرحك كده جامد. بس الموضوع ده كان جيني بعد سنه ثانيه، معلش انا اسف ان انا لا براحتك يا باشا براحتك. الحلقه دي هيتكتب عليها في الاعلان مصطفى حسن، والراجل ده هو اللي هيكتب الكابشن هو اللي هيحط لك كل حاجه. ربنا يعزك. فسنه ثانيه بقى كانت اصعب. ماشي. اصعب كتير كمحتوى. هقول لك لا مش قصدي ان هي كانت دراسيه كانت تقيله على فكره، لا الثالثه كانت اصعب. ماشي. بس كده ابحاث الحمد لله كان حظنا حلو. الثاني او الاول مش متذكر يعني. الثاني. فسنه ثانيه بقى اللي هو انت في سنه اولى بفضل الله سبحانه وتعالى عليك مش شطاره منك، ويعني بفضل ربنا ودعوته لا اكتر ولا اقل. اخر حاجه ممكن تكون شطاره اجتهادي بالنسبه لي يعني. المهم ان الناس كلها بصلك ان انت خلاص راجل بترتب على الدفعه، كان المفروض ان انت تمشي على نفس الموضوع ده. عكس لو انت كنت نجحت عادي، نجحت جيد جدا بس مش مرتب على الدفعه. ماشي. وقت في سنه ثانيه محدش واخد باله منك. وقت بالظبط حلو، محدش واخد باله منك. وقت في سنه ثانيه تجيب جيد عادي، نزلت حاجه بسيطه، اوقات في ثالثه تجيب عادي. لكن انت الناس بتبص لك خلاص انت راجل قررت كمان من الكليه وناس ماسكه فيها في وقتها، ناس ليها دكتور ومش عارف ايه فاهم اللي هو الناس حطاك في حته معينه والناس مسلطه الضوء عليك. مش ان بقول نمد اهميه لحد ولا انا شاغل حد، انا ما اقصدش كده بكلامي، انا اللي اقصده بس يعني يوم ما سنه ثانيه هتنزل نتيجتك الناس هتفتكر بس الراجل ده كان في تمييز، انك في ثانيه على الدفعه مقارنه الجامعه هيفتكرها على الاقل عمل ايه ده كده، عمل كده ونام. جت كده جت كده جاب بالحظ جاب مش عارف ايه. فانا كنت في سنه اولى لما خلصت قلت طب انا عايز اشتغل يعني فاهم، علشان لما اخلص جامعه واخلص جيش خلاص قلت اشتغل في مجال السناتر. انا اصلا حبيت الموضوع ده من في ثالث سنه باخد موضوع في السنتر وكده، فحبيت الموضوع ده. لا الموضوع ده مهم. انت كنت بتقعد تحسب كل مدرس كل تعمل كده لحد لا انت الموضوع وسع معاك، يعني انت الموضوع خيالك كان واسع، فهو لو عمل انت العيال بتحسبه بس والله بجد مش انت تحسبه في الشهر والشهر لا انت مش هتحسب والله. لا انا فاهم متاكد، انا عاجبني جدا ونجاحه وشغلته فاهم. ماشي. انت مصطفى انا عارف انت الموضوع الفلوس مهم بالنسبه لك، فانت طب الراجل ده لو دخل له كذا هو ممكن يعمل في اليوم كذا، يعني اليوم الاسبوع جر شهر، الشهر جر سنه، فانت حسيت هو ده اللي انا هجني منه الصرف. وغير كده انا اصلا بحب التاريخ. لا انت التاريخ اصلا يعني شاوت اوت لمستر طارق العراقي، الراجل ده ولا حببنا في التاريخ بجد. يبارك في عمره يا رب. ربنا يا رب. افضل مشروع في التاريخ. انا ما شفتش حد ممتع بستنى حصته وبذاكر مادته بنهم وشغف مش طبيعي. قفشاته طلع خد توك لا هو بجد خطير. خلينا بقى في مستر مصطفى حسن دلوقتي. مستر مصطفى حسن انت وصلت ازاي لشغلانتك مع مستر محمد سامي؟ وعايز ثانوي متابع بقى المدرسين كلها على السوشيال ميديا. ما تهزرش. والله متابع كل الناس. والله جيزه والقاهره، بس اللي مش طبعا يعني الناس المشهوره قوي برضه بيتعبوا مش كتير يعني. انت صبور يا اسطى، انت بجد. انا صبور. انا ممكن احكي لك حاجه يعني نرجع ليها، بس انت عارف ان انا دخلت الجامعه قلت لك انا في اولى طبيعي، دخلت الجروب بتاع الفيسبوك بتاع مين؟ بتاع ثانيه. جبته من اول ما اتعمل بوست كومنت كان كتير قوي على فكره.
لا ما كملش. استفدت واي حاجه بس بعمل ايه؟ سكرين 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 سكرين. كنت اخش الترم يبدا او السنه انا عارف عندي كام ماده اسماء الدكاتره. الناس بقى دي في الغالب يعني في حاجه بتتغير طبعا وارد، بس في حاجات كتير جدا انا شفت الدكتور عمل معاهم ايه، حذف لهم ايه، وشوف الامتحان بتاعه ده قارن. شوف المنهج بتاع السنه اللي فاتت اللي قرره على الامتحان اللي جابه، شوف بيعرف في انهي حته، بيعرف في الاوائل في النص. في ناس ساعات بتبقى سياستها ثابته، في ناس بتغير طبعا ما تعرفش توقعها. كله في الاول وفي الاخر وفي ربنا مش انت بس بتاخد بالاسباب، بتاخد بشويه حاجات كده. ولما دخلت في سنه ثانيه، لا سوري كمان مش اولى بقى، مش ثانيه اولى افتكرت، والله تاني اهو انا دخلت الواتساب بتاعهم. يعني الواتساب اصلا لو دخلت بعد ما اخلص السنه، يعني انا في اولى دخلت الواتساب بتاع سنه ثانيه ماشي عشان لما اخش ثانيه ما عادش شكل الواتساب بتاعها. مش متخيل بقى في كم هري قد ايه، مش متخيل. وفي برضه حاجات مفيده، عندي خلق ان اقعد بالساعات اقعد ادرس الحاجه واشوف انا داخل على ايه. يعني انا عشان جاي النهارده معاك، امبارح اتفرجت على الحلقه، كنت كده اتفرج عليها عموما، بس انا امبارح عايز اشوف يعني الموضوع عباره عن ايه، بيتكلم في ايه. انا عارف ان برضه مش شرط نفس الكلام اللي هتقوله هنا تقوله هنا، ولا الاسئله اللي هنا هي اللي هنا. انا بس بتكلم عايز افهم الحاجه المكان الوضع، فاهم يعني. فبحب لما بخش على الحاجه قبلها على طول شويه تحضير كده يعني. يعني بس فيها حاجه مش الطف حاجه بالنسبه لي، ان انا يعني حاجه مش عندي شغف ليها غير انا داخل عليها. في ناس بتبقى عندها شغف عام، يحب مثلا دلوقتي يبقى فاهم في العربيات وانواعها واسعارها ودنيتها من باب العلم، بنسميها مش عايز اديها كلمه فضول، معرفه بتاع. انا يبقى عندي نفس الشغف ده، ممكن اكتر منه واقف اكتر منه ممكن، بس وانا داخل على الحاجه وانا هشتري عربيه ابدا اتابع واسرش واشوف. على العموم انا بشوف ده مهم، يعني ده الصح اللي انت بتعمله الصح. ليه؟ لان احنا دلوقتي المدخلات بقت كتير قوي اللي بتدخلنا والمعروض علينا كتير قوي، فانت بتختارش مجال. فانا لو كل حاجه عندي من ناحيتها قعدت جريت وراها ودورت، انا مش هتخصص في حاجه ومش هعرف حاجه، فلما يجي وقتها ابقى ندور. بالظبط انا ببقى داخل عليها، يعني مثلا افترض مثلا داخل اشتغل في الشركه مثلا، شركه معينه. انا عايز اقول لك انا لما اروح على مره عايز ابقى على درايه على قدر الاستطاعه يعني بتاسيس الشركه دي عباره عن ايه. مش شرط بقى داخل المرتب بس، وكان طبعا عندي اساسيات لازم اعرفها حق واقدر يعني اقبل اعرفها، ولكن انا عايز اعرف الناس دي بتعمل ايه، الناس دي ناجحه مش ناجحه، الناس دي صوتها واصل لفين، شغلها واصل لايه، ابعادها ايه، دنيتها قدر الاستطاعه. لو في امكانيه ان انا عندي اصرش واتفرج واعرف اخد دلوقتي ساعات لسه ما نزلتش لسه ما اشتغلتش، نعمل ده جدا. وعندي صبر وممكن اقعد ايام مش يوم، فبحب اعمل كده. عارف انت اللي هي الافيهات او مش الكلام اللي بيتقال اللي هو بتاعت لما اتنين بيسيبوا بعض، اللي هو الاعذار مجرد كلمه، وان لو بيحب الاعذار وان هو لو كان بيحب كان فضل، واللي بيحب ما بيسيبش. فانت بتحب الحاجه لدرجه ان انت فعلا مفيش عذر، يعني مفيش حاجه خدها، مفيش حاجه خدها عليك، يعني مفيش لا راحه ولا بالراحه. بس بدك في الحاجه اللي انا مستر محمد السيد، اصل انت لو ما حكيتش تفاصيل يومك ماشيه ازاي وتفاصيل شغلك انا هحكيها، ما انت عمال تاخدني في حتت تاني وعمالين نروح حتت. لما بتيجي بس حاجه بشوف انك ذاكرت بقولها زي الفل. عايز اكروتك؟ لا ما كروتك. مش عايز اكروتك. ماشي. فاحنا دلوقتي انت وصلت متابع المدرسين في ثالث سنه وانا طالب اصلا، انا بقى متابع مدرسين التاريخ في الجيزه والقاهره. ماشي. فلما جيت بقى في خلاص سنه اولى، ففي الاجازه بقى عمال اكلم ده واكلم ده واكلم ده. بعد كده اكتشفت طبعا افشل حاجه الناس بتعملها ان يخش تبعت لحد، لازم تروح فيس تو فيس. حاول لان انت بعد ما بقيت في منصب اللي هو بيجي لك بقى الطلبه، فانت بيجي لك مئات الطلاب اللي عايزين يبقوا، فانت الافضل بالنسبه لك بجد وهو اكتر حاجه يعني فيس تو فيس، يا اما تعمل لهم حتى يعني مثلا جمعهم في مكان وشوف، فاهمني. فالمهم يعني سيبك من دي يعني. فانا اشتغلت في الجيزه من امبارح محافظه الجيزه، اشتغلت مع مستر كبير جدا في الجيزه يعني. كان مش هنقول اسمه عشان ما يبقاش عشان منافس وكده يعني. طب ليه ما انت بوظت كده. بس يعني اشتغلت معاه وكده شهرين، وبعد كده ما ارتحتش مع اللي ماسك الشغل بتاعه. كنت انا متسرع يعني متسرع يعني كنت لسه على برضه مش فاهم حاجه برضه لسه. هو عايز اقول لك على الراجل ده الله صل عليه يعني اداره يعني اللي هو المشرف اللي مع دكتور رجب صح؟ اسمه سوزان. والله العظيم ده عايز اقول لك ان الراجل ده بالنسبه لي ما شفتش مدير عمل انجح منه. شفت ناس كتير جدا ما شاء الله، في ناس يعني ما اقولكش اسماء كتير، بس ده بالنسبه لي كان انجح حد شفته عامل منظومه عمل
كامله ما بعرفش تجيب له غلطه، ما بعرفش له حاجه ناقصه. والموضوع كبير، خلي بالك الموضوع مش هين ولا بسيط، بس هو كله وبقول لك ايه، بروقان بقى مش بضغط. يعني ما انا تحسش بقى ان هو ممكن ايه، اوصل ممكن مثلا اصحى بس تلاقيني متكربج ومتوتر ومضغوط ومكربج وموتر الناس اللي حواليك كلهم. فاهمني؟ لكن عادي لا، خليني بص باشا كده فاهم. فيعني ما شاء الله عليك بجد. بس انا مرتحت يعني، حصل تاتش كده اختلفنا فيه انه مشيت يعني. تمام. حكايه كده هو بقى بقيت مدرسين يعني، انا عايز انزل عايز اشتغل، مش اشتغل عشان هو اكتساب مال، اكيد اي حد بيشتغل عشان فلوس تمام. بيشتغل دي. بس انا في الشغلانه دي تحديدا انا بشتغل عشان عايز حاجه لحد بس ما اخلص الجيش تبقى سلمه كده. دايما بقول زي المحامي اللي بيروح مكتب محامي يتدرب، وزي الصحفي اللي بيروح مكتب صحفي يتدرب. حصل. فاهم؟ فدورت بقى فاهم كذا حد، فكله بقى خلاص السنه بدات، كل واحد معاه الاستاف بتاعه، كله العدد مكتمل. ماشي. والله عايز اروح الناس يعني، قعدت كنت بنزل مشاوير، قعدت اروح مثلا مدرس فلاني في اكتوبر، لسه رحت له في فيصل، وفاهم وعمال ضرب وبس. الحمد لله عمري كان رئيس في حوار ان أنا ابحث عن شغل خالص دي، عادي ممكن اقعد ايام واثق ان هلاقي. فاهم؟ فعارف حتى برضه يعني انا اسف اني باخد برضه الموضوع، بس بتضايق قوي كلمه بتعصبني، ما ايه مفيش شغل. الرفض يعني لا عموما لا، ان انت ما فيش شغل في العموم. انا بسمع كلمه مفيش شغل من الشباب دي بتضايقني. انا لسه سامع، انا كنت لسه بقى كام يوم بحلق واحد. بص يا صديقي، أنا من اللي انا قاعده معاك بقى ان ما فيش اعذار، واللي عاوز يعمل حاجه بيعملها، اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها وبيوفر لها وقت وبيوفر لها الظروف، واللي عاوز فمن ضمن الحاجات اللي هو عاوزها لو انت عايز تشتغل تشتغل. اكيد اكيد يعني انا مثلا فاكر مثال سريع، انا ساكن في امبابه محافظه الجيزه. انا بقى بقول بعقل كده، هو انا لو نزلت خدتها يكش ادور لمده شهر ما بدكيكش، هل المناطق اللي حوالين عجوزه زمالك مهندسين وسط البلد كل حاجه دي قريبه مني، مش شرط اشتغل حاجه قريبه مني كمان، ممكن حاجه ابعد شويه المشكله. بس هل كل ده ما فيهوش شغلانه مناسبه ليا كحتى مؤقته؟ مؤقته مش بقول لك الشغلانات الايجابيه مثل ايه، حاجه مؤقته. يا عم في فتره ما كانش لاقي شغل، نزلت شغل بنزينه عادي، ما كملتش فيها، عشان في يوم واحد بس انا ما كملتش فيها لسبب معين، ان انا حسيت كان فيها نصب وما الى اخره يعني. ولكن اللي اقصده لو ما كانش فيها كده كنت مكمل فيها، كانت حاجه مؤقته لحد ما حاجه ثانيه جايه. المشكله مفيش مشكله، اي شغلانه اي شغلانه ده في نقطه انت ما قلتهاش، مصطفى حسن من بعد ثالثه اعدادي تقريبا، وهو انت عندك لا وذمتك الماليه المستقله، يعني انت من ثالثه اعدادي يعني. انت بطلت تاخد فلوس من اهلك، وحتى الفترات اللي ما كنتش بتشتغل فيها يعني كنت بتستلف. انت كنت بتستلف يعني اي حاجه بتعوزها مثلا، فاهم؟ لا وحتى اسرتك اي فلوس بتاخدها منك كنت بتعتبرها سلف، وبمجرد ما تشتغل ويبقى معاك فلوس بتبدا تسدد. بس هو مشكله فاهم، ده بحاول الفلوس ده هم ما بيردوش، اصل انا مش هاخد منك فلوس، انا مش هيسلفوك. كل الناس كده يعني، مش حد قادر يسلف. فانا عارف مثلا خدت من هم اللي خدت من ابويا، خدت من اخويا بصراحه طول الوقت على الدين ده، وطول يعني اللي هو خد، فما بقتش تروح. انا طول عمري يعني يقول لي روح افتح الدور، خد اللي انت عايزه المحل عندك، سواء ماما وبابا اخواتي بصراحه ما حدش بيتاخر خالص. في اي وقت لو افتراضا حصل بروح، ما حدش فيهم بصراحه بيتاخر خالص. بس انا بتضايق، ما بحبش كده، مع اني في نفس الوقت متناقض في ايه، انا مش بقول ان عيب ان حد ياخد منك، بس في نفس الوقت انا ما بحبش اعمل كده. انا ممكن اخد مثلا افتراضا من صاحبي بس كده هرجع له وهرجعه، لكن لو خدت من اهلي مش هيقدروا ياخدوه مني مثلا. صح. فاهم؟ جامد. بس فكنت نرجع وصلت بتدور فكلمته بقى وكده، وبعد كده عرفت ايه الاماكن بتاعته. فهو بعد طبعا برضه ما كانش فيه رد عنده، ما كانش اصلا حد بيرد يعني. فرحت له بقى وكده، استنيته قعدت ممكن حوالي بتاع ساعه. هو كان بيقول متصل متاخر، فضل متاخر ساعتها. رحت له حتى في بتوع عين شمس، عين شمس من زي كنت متخيل ان هي سفر. فبعد ما بقيت تروح الشروق في عين شمس، عين شمس دي جنب البيت يعني، عين شمس ده عادي يعني، فاهم؟ نص ساعه في البيت والله. فاهم كده دلوقتي قلت له بصراحه بقت سهله يعني. المهم يعني فرحت استنيته وبتاع، فقابلته فقلت له يعني انا برضه شايف بصراحه يعني اول حاجه بس بعرف كلام موزون ومنطقي جدا. بروح لك فكنت بروح كل مدرس والله، بقول لك كذا 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 تعريف سريع بنفسي، انا عارف ان الشغل بتاع حضرتك شغل الاسيستنت محتاجه تفرغ. ماشي. فحضرتك لو حابب او لو محتاجني جربني اسبوع مثلا حتى لو بدون اجر، الدنيا تمام ولقيت مني مواعيد والتزام وواحد اثنين ثلاثه اكمل، مش كده انا برفع الحرج عن حضرتك ما كملش. تمام. بالنسبه لي بصراحه ما فيش
يعني ملخص اكتر من كده او حد عملي يمكن. انت حطيت نفسك مكانه من الاخر، حطيت نفسك مكانه وعرضت عليه عرض انت شايف ان انت لو مكانه هتقبله مش انا ترفضه. شايف بالظبط، انا شايف صح مع حد عارف حاجه، انا شايف لو انا عندي عرض وحاسس بس حد شايف بيتكلم كده انا والله عن نفسي اجرب. طب ما اجرب، انا خسران يعني صح ايه؟ لو قال لي اسبوع بالنجم لو مش كفاءه انا هقول له بقى، هو نفسه هيقول لي خلاص مش تمام. حاجه يعني. بس فهو مش كده برضه، انا ليا رزق معايا يعني، نصيب معايا. فتاني يوم مش عارف مين كان نفس اليوم، تاني يوم تقريبا هو كلمني وكده، كان عنده حد يعني ومشي، فاهم، لحد ما خلاص مشي. فعارف هي، هو عشان ليا نصيب اللي اشتغل معاه، فراح كلمني قال لي تعالى دلوقتي، قمت رحت له سأله. سبحان الله. ومن ساعتها بقى فاهم لحد النهارده يعني، مثلا بقينا 5 سنين، ويعني تقول ايه خلاص عارف، جالي كذا مره اكتر من فرصه ان انا مثلا اشتغل مع حد تاني وكده، وممكن كمان والله حصل لي بأجر اعلى وكده، بس ما خلاص عارف، تعودنا على بعض، يعني ان احنا في الاول ما كنتش قوي متعود عليه يعني، هو كان متعود عليا، فكنا بنختلف كتير قوي، بنلبش مع بعض. يعني مش بنلبش، دي حاجه وحشه يعني، هو قيمه وقامه انا بحترمه والله، بحترمه يعني، بحترمه هو ان زي هو ما بيسمح لك اصلا ان انت تناقشه وتعرض افكار والكلام لا ده، فدي حاجه كويسه. لا يبقى يعني، بس قصدي بعدين يعني لما خدنا على بعض يعني بعد عايزين طيب خلينا يعني احكي لي طبيعه شغلك مع الوقت واتطورت ازاي، واحكي لنا عن مجال السناتر بشكل عام او احتكاكك في التدريس يعني. ايه اللي الناس، اعتقد ان الزاويه دي او المساحه دي مش حاجه ما حدش اتكلم عنها كتير، يعني احنا بنشوف السناتر ده مكان الاولاد بيروحوا ياخدوا فيه درس بس شكرا يخلصوا ويمشوا من الدرس. فانت ايه اللي خلاك مكمل في مجال زي ده، او انت ايه خبراتك اللي كسبتها من هناك وانت كمان عايز تكمل، انت بتحضر دلوقتي ان انت تبقى مدرس، ما بالك هتاخد فاصلا هتشوف الموضوع من زاويه مختلفه تماما مع المستر، بس بجانب يعني قد كده باذن الله. ان شاء الله. فاحكي لنا. ممكن طيب انت دلوقتي طبيعه الشغل طبيعه شغلك كانت يعني بجد كانت في الاول كانت اصعب حاجه عليا، عشان كنت لسه عامل موضوع الفرق المسافه ما بين امبابه وبين المناطق اللي بتروحها معايا يعني. انت كنت شغال القاهره بقى؟ كله القاهره يعني اقرب حاجه ليك كانت مثلا تبقى حدائق القبه صح؟ اقرب حاجه كوبري القبه تاني. كوبري القبه كمترو يعني من جماعه عبد الناصر، هو حاجه كوبري القبه. كوبري حدائق، بعد كده عزبه النخل لا هو خط المترو كله مش ومصر الجديده. مصر الجديده كان وقتها كان مدينه نصر، وكان التجمع والشروق، وفاهم يعني. انا فاكر اذكر والله اول سنه دي يوم الاربعاء كان عندنا التجمع، كنت بروح بالليل من التجمع، ممكن ابقى رايح امبابه والله كانت بتبقى الساعه 12. فهو احنا لو كان في مسجات، ما كانش في جروبات واتساب ساعتها والكلام ده، بس كان على الفيسبوك مثلا، على الجروب مش عارف ايه، كان حاجات زي كده. ممكن اقعد اخد يعني تقعد طبيعي بني ادم تشاور، تصلي، هتاكل، مش هتعمل ايه، تاخد وقت ترد على المسجات وبتاع ومش عارف ايه. فانت عقبال ما تنام اصلا ممكن تبقى واحده اتنين، في حين ان الخميس الصبح اصلا عندي الشروق الساعه 8. بص بقى اصحى الساعه كام؟ الساعه 4 ماشي عشان انزل 5 عشان اوصل عزبه النخل 6 ونص، فقابل محمود المدير بتاعي، نقابل هناك ونروح الشروق 7 ونص. فاهم حاجه يعني 5 نزلت 5. انت يومك بدا ابتدى 4 مش 5 بقى؟ اول ما تصحى بقى والله العظيم اول سنه كانت كده، كنت بقى مستقيمه بصراحه. بعدين مع الوقت يعني، ما هو نفسه مدرس قال لي خلاص ممكن مثلا اول حصه ما تجيهاش وبتاع، بس ده مع الوقت برضه صح، حصه ممكن كبيره جدا ما شاء الله يعني، عدد هو محتاج ناس 300. طبعا هو مش مشغلك معاه عشان مش عاطف وبتاع، انت جاي راضي، انا من نفسي جاي راضي، فما ينفعش فاهم. في قدر الاستطاعه كنت في الاول كمان يعني، ممكن بعدين بقت في سيلز شويه راحه بتاع وموجودين، وهو بصراحه ما بيمانعش، لكن في الاول انا ما كنتش بجد خالص نهائي كده. طب انا يعني لو دلوقتي يعني انت دلوقتي شغلك ما شاء الله، انت يعتبر بقيت اهم حد في الاستاف عند المستر صح ولا؟ يعني في محمود نسبيا يعني في محمود وفي يعني في برضه يعني برضه فاهم باقي الناس برضه معانا، بس كل واحد برضه فاهم، ودي مثلا حاجه كل واحد ليه دور، كل واحد. اكتر حاجه استفدتها من المجال يعني، انا مثلا انا عارف انت ما شاء الله عندك شبكه علاقات. الحمد لله بنحب على الناس علاقته بالاقل الاستطاعه، انت عارف عموما والله في الحياه مش في مجال شغلك، انت لو مش هتحبني ما تكرهنيش. خليني اشبك حاجتين ببعض. يعني انت قلت انت اول ما دخلت الجامعه فكان اهم حاجه ان انت بدات تعمل علاقات مع الناس وتبدا تفهم من الدفعات اللي اكبر منك ايه الدنيا ماشيه ازاي، وصاحبت الدفعه كلها تمام، فربنا رزقني بصحبه كويسه جدا، بعد ربنا دي فضل عليا تقريبا لحد دلوقتي بتقابله يعني من فتره للتانيه. بس طبعا بقالنا كتير كده، عايز بقالنا من ساعه قبل الجيش والله. هم ان شاء الله يشوفوا الحلقه وباذن الله تكون فرصه الله عايز اقابلهم اصلا يعني. تمام. وبعدين لما نزلت الشغل فبرضه كانت رحلتك على مدار 5 سنين انت برضه بتبني علاقات يعني. لو في بقى السؤال بقى هنا، لو في
تريكات، كام تريكايه كده تقدر تقولهم للناس ان هو واحد داخل مجال غريب او مجال غريب عليه او مكان جديد عليه وعايز يبدا يبني علاقات من غير ما الناس تحس ان هو شخص تقيل او لازق او سمج. سامع طبيعته. ما هو طبيعته ان هو منطوي مثلا، ما بيتعاملش مع حد، يعني هو طبيعته ما بيعرفش يفتح كلام او ما بيعرفش يفتح مواضيع. طبيعته ان هو بالذات ما يحاولش ينافق، عشان انا ضد يعني ممكن انا مجامل جدا في، يعني مش مجامل اللي هو طب، بس قصدي يعني قدر الصعب بحاول يعني كلمه الكلمه بس كلمه بس الكلمه الطيبه صدقه. فاهم، فما جرحكش الكلمه، كنت ذوق معاك قوي، تواضع للناس. كان معانا محمد امام برضو بيقول، فقال لك المشكله مش في الكلام، المشكله في الاسلوب. فانت يعني انت قول اي حاجه انت عايز تقولها بس خلي اسلوبك، فانت لف الكلام يعني يعني مش تلف اللي هو تخليه ليه. بس ايه انت فاهم طبعا يعني ايه فرق طبعا، فاهم يعني ايه تطبيل. اللي لا هو انا ما بحبكش بس انا جاي اطبل لك. لا وانا ما بحبكش، دي حاجه يعني عايز اقول للاسف في المجال، كل المجالات اكيد فيها كده، بس مجال التدريس ده بقى ما اقولكش يعني في النقطه دي. يعني عشان ابني علاقات فانا محتاج اللي هو طبيعتك، وانت منطوي لازم يعني تصدق ان انت ممكن تغير من ده. بلاش، في ناس بتبقى مصدقه ان انا منطوي. لا غير عادي. انا اقتنع وصدق ان انا منطوي، بس انا لازم اخرج من ده، وعشان اخرج من ده لازم ان انا اتكلم واخرج واصاحب جامد. بس برضه في نفس الوقت من غير ما تفرض او تلزق او فاهم نفسك مع الناس. جامد. والحب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ده بقى مهما تجتهد. بس انا بقى في حاجات انا بقى يعني خليني بقى اقول انت مش عارف، انت مش واخد بالك منها، فانا اعرفك فاقول للناس انت بتعمل ايه. انت دلوقتي مبدئيا بتبدا بالكلام مع الناس بسلام وترحيب وبتبقى بشوش وبتضحك وبتبتسم. بعدين بتبدا لو انت تعرف عنه معلومات عنه تبدا تشاركه حاجات هو عنه هو، ويبدا الراجل يتكلم بشويه اريحيه او بيتكلم في حاجه هو حاببها، انت بتكلمه عنه هو او بتكلمه في حاجه هو مهتم بيها، فيبدا مش عارف ايه، انت ترمي افيه يمين ترمي افيه شمال، بتتكلم على قد ما تقدر. الكلام ده كله انت بتعمله، انا مش بدي نصيحه، انت بتعمل ده. حاول تتكلم بلغته. يعني انا شفتك، انا مثلا عندي مشكله في التعامل، انا دي حقيقه، انا عندي مشكله في التعامل مع فئه معينه من الناس، ما بعرفش اتعامل معاهم، ما بعرفش، مش كرم فيهم ولا اي حاجه، ما بعرفش اتعامل معاهم. انا ما شفتكش ما بتعرفش تتعامل مع حد، بتعرف تتعامل مع الناس كلها. تتكلم مع كل واحد بلغته بالطريقه اللي بيفهمها، وبتحسسه على قد ما تقدر ان هو اهم واحد بالنسبه لك حاليا، يعني هو في الوقت ده هو اهم واحد بالنسبه لك، وانت قاعد مهتم بيه جدا ومهتم بكل كلمه هو بيقولها وانت قريب منه جدا. فانا بشوف ان كل ده بيبدا يكون بينك وبينه علاقه، والشخص ده بيبدا يحبك بجد. ده بعيدا بقى عن كل ده، ان هو الراجل ده لو فعلا جمعتكم مواقف تاني فهو هيشوف اجدع حد ممكن يشوف حد. فكل ده سهل لك انت تبني علاقات بشكل واسع ومستمر. بس ده واخد بالك من الكلام ده؟ معاك. هو خلينا برضه متفقين، اكيد لكل الناس هتتفق عليك تحبك، وانا طبيعي طبعا ده الكلام ده عليك الاغلب. لكن اتمنى والله اتمنى يعني مثلا اتمنى والله يكون ده، بس انا زي حقيقي مش دعايه مثاليه، بس بحاول دايما لو مش هعرف احبك بص هو طالما بص يعني خليني اقول لك ان انا يعني من الناس اللي بتاكد لي معيار حبي وكرهي للشخص هو عمي. طالما عمي حبك فانت كده عديت. انت كنت واخد بالك بقى من النقط اللي انا قلتها دي؟ يعني انت بتعملها بالفطره. والله ما بركزش والله، بس يعني عارف لو حد، انا مش عايز ابان ان انا انا فاهمك والله، انا معاك والله، اسندني في اي حاجه. ماشي. بس انا عايز اقول لك يعني برضه انا حد حبيته فخلاص. لا انت بتتعامل مع اي حد حتى وانت ما بتحبهمش. اسمع مني، حبيته قصدي، فهتلاقي معاه ان انا مثلا بقعد انا في ناس مثلا ما بحبهاش عادي، هو ما بحبهاش بس تعرف معاها، بس هي ممكن اتجنبها بقى اصلا لو انا مفيش حاجه تفرض عليا وتغصب عليا ان انا اتعامل معاه مثلا. اتعامل معاه ليه؟ لو في حاجه تستفاد منه هتعامل معاه عادي بس من غير نفاق. لا مش نفاق، ما كانش نفاق، ما فيش نفاق في القصه دي، ولا ان اطبل اتعامل معاه عادي، ازيك عامل سلامات مش عارف ايه، بس ما اعملش حاجه وحشه. ومش هتوصل الموضوع لدرجه ان العلاقه بينكم مسدوده. وقت ما هتعوزه هتوصل، يعني الطريق مش مقفول، وقت ما هتعوز منه حاجه هتعرف تتواصل معاه، الباب متواب. على قد ما اقدر بحاول اعمل ده. تمام. في سؤال مهم قوي بحب اساله، انت ايه طموحاتك في الحياه عموما، وايه طموحاتك الفتره الجايه؟ طموحاتي في الفتره الجايه يعني اشتغل مع نفسي، استقل بذاتي، اكون انا، ايه تكون انت ناجح. يعني اكون انا دي اللي هو عايز انت بقى 5 سنين مثلا شغال مع حد، عايز تكون انت اللي هو انت. انا عاوز اقول كلمه انا بس، قصدي يعني انت ظاهر، انت ده شغلك انت، ده حاجتك انت، ده حياتك انت، دي ضغطك انت، دي بنوتك انت، ده شغلك مع الاعتراف التام يعني بفضل الناس اللي شاركتك الرحله اللي فاتت، من ضمنهم مستر محمد السيد، ان هو ساعدك في حاجات كتير،
واسمه ايه ده، وان هو يعني انت خدت منه كتير او استفدت منه كتير كخبرات وتعامل هو بصراحه ما واحتكاك. بيتأخرش يعني، هو بصراحة حاجه بيقول مش من الناس جامد. اللي تخبي يعني حاجه مثلا تخليها لنفسها. لا هو لو عنده حاجه وانت يعني سالته في حاجه نجهز اساله. مانيتون التاريخ، إيه؟ نجهز مانيتون التاريخ. آه، طيب فزي ما اتمنى بس يعني انا اكون ناجح. انا على فكره يعني بجد والله العظيم ممكن لو ساعات كده بفكر عندي فوبيا من حاجه، فهي ان انا عندي فوبيا ان انا احس ان انا واقع وفاشل. ايه؟ واقع وفاشل. واقع وفاشل الاثنين؟ واقع يعني حاسس ان انت شغلي ان يعني انا خايف ان ده يحصل، ولا انت بتحس ان انت انا كده؟ لا انا ما بحسش كده، بقول لك لو مجرد احساس اه. ممكن يعرف ضغط الجنه امم اللي هو احس انا يعني معاك مش المواعيد بقول ان انا اشطر حاجه ولا ما احسن انت حاجه، بس بص، انا بحاول ان انا طالما اكون. بتبعت المواعيد في ميعاد ثابت يوميا. لا عادي ساعات ما بس ما بعرفش غلط. ودي جامد. ساعات عادي يعني بابا غصب عنك أحسن. طيب طموحاتك في الحياه عموما بقى، يعني ايه الحاجه اللي بتتمناها؟ يعني مذبذب شويه من فتره اوقات يبقى نفسك في المرسيدس، اه واوقات تبقى شايف زاهد في الزمالك، الدنيا. شايف الزمالك. اوقات تانية مش عايز يعني في تلك الحالتين طبعا تتمنى ده ربنا سبحانه وتعالى يعني، ده بجد يعني. واتمنى ان انا اسعى له اكتر من كده يعني. انا جامد. مقصر جامد قوي بقالي فتره كبيره يعني. انا عندي كام نقطه وهختم بسؤال. آه، الطلبه اللي بتتفرج عليك دلوقتي، انت حبايبك كتير من الدفعات اللي فاتت والدفعه دي، تحب توجه لهم كلمه تقول لهم ايه؟ والقفص كمان. بص هنا. ماشي. احنا قلنا قعد عليه 5 دفعات، 5 دفعات دول يكاد يكون ممكن 20,000 حرفيا. والله ما شاء الله ممكن اكتر. ما شاء يعني الله. بدات مع مستر الجروب مثلا مثلا 24,000. يعني كل طالب خدت مع حرفيا خدت الجروب ده ممكن يكون اكتر من كده وانا رايحين معاه، بس هو اللهم بارك عليه يعني. اتعاملت مع ناس كتير قوي. اكيد مش كل الناس حبتني طبيعي، بس اللي انا متاكد منه ان الحمد لله رب العالمين بفضل الله عليا يعني، ودعوه امي ليا دايما تقول لي روح ربنا حابب فيك يعني طول الوقت. اغلب الناس حبتني. الحمد لله. والجزء اللي ما حبنيش على قد ما اقدر فيهم حاولت ان طب ما تكرهنيش. ماشي. فاهم. فبس والله العظيم الناس كلها يعني عارف كل دفعه بتخلص انا بتأثر. انت اتعودت على الناس دي، انت خدت هم خدوا عليك وانت خدت عليهم. حتى لو الناس دي كانوا مثلا الفينك تعبينك بتاع مش عارف ايه بغبائهم البديهيه طبعا كانوا مطلعين عينك، بس فعلا يعني انا بقى بيوحشوني. يعني انا عايز اشوف اي حد عندي مثلا النهارده بشوف الناس اول دفعه اشتغلتها وهي بتتخرج عدى خلصت ثانوي وعدى 4 سنين جامعه، فانا بفرح بيهم. شوف مثلا لما الاقي ده وده طبعا مجالات متعدده، عندي ما شاء الله ستة اتصال، عندي كذا عندي انا بفرح بيهم جدا. ولادك بقى بتحس يعني انهم او اخواتك الصغيرين؟ اخواتي الصغيرين اولاد كبير بس اخواتي الصغيرين بس بجد بفرح وبحب اهنيهم دايما، وبحب فكره يعني اي حد اشوفه لازم اي حد بحب ابارك. هو فرحان من الشخص الناجح يعني، بحب اشوف الناس كلها ناجحه. بس دي حاجه حلوه فاهمني. ما باركتليش يا صاحبي على اول حلقه نزلت، عملت لي لف في سكتي كده. انت عارف ليه؟ ماشي. خلاص انا كمان بس خلاص انا منتج اهو. بس انا مش متوحد ما بطلقش مثلا رياكت، لا بشوف ستوري بعمل رياكت وعادي. حصل اجل يا سيدي. بس طيب. انا صراحه شايف بجد وانا يعني اتمنى أنا اسف ليا ده من امنيه والله بتمنى في كل دفعه ان انا اكون زي اصلا فعلا، ان انا اكون بسيط انا الناس. كنت ده النقطه الجايه. دي اهم حاجه. انا بقى 5 سنين بقعد اكتب كلام كل بوست في نيجي بحاول وبفرح وعايز اقول الناس دايما بتدعمني يعني. انا مخليني اكمل اصلا اكمل الناس لله الحمد يعني بيجي لي ما اقولكش مسجات واولياء انت جامد في الموضوع ده امور بامانه. بفضل ربنا والله والشكر يعني فاهم. لا بيجي لي كلام يعني في حاجه ساعات عارف يعني مثلا ولد من فتره دخل يقول لي والله العظيم يا مصطفى انت لو من اهلي مش هتخاف على كده. لما حد يقول لك كلمه زي دي والله السكوت انت عايز ايه؟ عايز تاني. انت بتبعت لحاجه الناس طبعا اغلبهم ما يهتموش على فكره عادي انا عارف، بس عارف لو بعت حاجه مثلا لو مش هقول لك 50 ولا 500 او 5 والله لو واحد كلمه منك انت قلتها فرقت معاه. اصل الكلمه بص بتعلي بترفع في السماء وكلمه خير. ففعلا كلمه لما تقول لحد انت تقدر او كده لا بتفرق جدا فاهم. فقد ما اقدر كنت بحاول ان تكون الكلمه يعني في المسجات يعني ان هي تديله ثقه في الله وثقه في نفسه ان هو يقدر وان لسه في امل وفي فرصه، وافكره بربنا وافكره باهله. ممكن انا مش اهل ده بس بحاول اكون. ماشي خلينا انت تقدر. شكرا. اخر سؤالين. لو انت يعني بس فهمني صح، يعني كلنا انت تعرفت الكليه الوحيده اللي في الحياه ان احنا كلنا ايه هموت. تمام. انت دلوقتي يعني بتتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ايه؟
لو انت ايه الحاجه اللي لما ربنا سبحانه وتعالى يتوفاك تذكر بيها وسط الناس؟ ان اكون خفيف على قلوب الناس، يعني ما اكونش وجودي تقيل ومحدش يبقى متضايق او زعلان مني، محدش يعني حد يفتكرني كده يبتسم، يفتكرني موقف كويس، كلمه كويسه قلتها، جامد. ويعرف ان والله انا لو زعلت حد يعني في يوم بكلمه او موقف انا حقيقي متاسف له، وانا ما كنتش قصدي، يعني عملت ده بس انا مش واخد بالي من ده انا الشخص وزعل وبتاع. ساعات بقى باخد بالي من حاجات وبعتذر وبتاسف بعدها عادي، انا مش ما بكررش في الحوار ده خالص، انا عايز ابقى من انصار كلام مش بفلوس، فاهم؟ مم. ممكن عادي اصالحك واوريك ما انت فارق معايا وعز عليا اكسبك بكلمه، دي مشكله. تمام. حاجتين دلوقتي صحابنا بس عشان الناس اللي هتيجي تتفرج، فطبعا كل واحد بيبقى مستني بقى يشوفك كنت هتتكلم هتقول ايه. فلو هتقول جملة، هتقول كلمة مختصرة لاصحابنا، ده استثنيني خلاص، يعني احنا اتكلمنا وقاعدين نص ساعة، بعد بقى ساعة و40 دقيقة اهو. فتقول ايه لصحابنا؟ مين بالظبط؟ كلهم يعني كلهم عشان ما حدش يزعل. يا علي، احمد، يا ايهاب، يا محمد، يا ربيع. في ناس كتير ما والله هي في ناس كتير قوي. في ناس كتير والله. طب فخلينا نتكلم الصحاب بشكل عام. والله يا جدعان انا بحبكم قوي بجد والله العظيم، مش كلام، بس انا ربنا يعلم يعني انا فعلا سعادتي اني ببقى قاعد معاكم، وكتير قوي ناس كتير والله لما بغيب عنها بحس فعلا. قريتها في بوست بس عجبتني، قال لك لما تكبر هتعرف ان قعدتك مع صحابك يعني هي احتياج مش رفاهيه. انا حسيتها. في حد ورا الكاميرا هيعمل لايك؟ انا حسيتها بجد والله، انا حسيتها جدا، وبقيت فعلا بقولها لهم، يعني عارف مثلا شريت مدرسه مثلا زبادي وهو الى اخره، دول بقعد معاهم كل كام شهر. بس انت بتحس ان ده انا محتاج اقعد بس الناس دي انا يعني بشوف بجد بنقعد ممكن بالشهور وكلام ممكن، بس انا متاكد فعلا المعزه في القلب ما بتنقص، هي فضل بتزيد. جامد. فانا بحبهم وبحب قوي بتبسط، وسعادتي لما بقعد معاهم واتكلم معاهم، واحب قد ما اقدر ان انا لو في مثلا حاجه ان هم كلهم يشاركوني فيها حاجه كويسه في حياتي، فاحب اكلمهم ان هم يشاركوني فيها. علي حسن. علي حسن. هو احنا اتكلمنا عليه في وسط بس محدش خد باله احنا كنا بنتكلم عن ايه. احنا بنستحرح. طيب بشكل هو هيسمع هيتفرج. هيضحك يا عم. هيقعد ما يتريق. ينفعش نتكلم عليه كده حلو. ما انا خلاص بيتقبلوش الكلام ده، ما تفهمش ليه يعني. والله لا عقبال ما تنورنا علي باذن الله طيب احمد، ايهاب، ومحمد ربيع اختصارا. في ناس تانية كتير والله، اصل انا بجد يعني انا حقيقي والله بس يعني والله هو في ما نتكلمش على حاجه. فعلا في يعني انا ما يعني انا في احمد عمر، في احمد، في عبد الله، في ادم، في محمد عبد الناصر، في انا كل دول قريبين منك، كل دول كتير. انت قلبك سفير التيتانيك. بس مش قادر. انا ناس كتير ممكن مش متواصلين مع بعض اكتر حاجه، بس انا بس انت بتعزهم بشكل غبي. محمد سمير، عبد الناصر، الزبادي، الناس دي بجد مش عايز اقول لحد والله كتير. لا الناس دي بعزها بشكل غبي، يبقى قلب قوي، عارف. بص اختصار يا جماعه وبيحبكم قوي. اخر حاجه، ده سؤال ثابت عندنا في كل الحلقات. ايه تعريفك للنجاح؟ يمكن انت اتكلمت عنه بشكل ما في وسط الحلقه، بس انا ده تعريف كان مستر محمد عبد المعبود. احنا عايزين تعرف مصطفى حسن، انت دلوقتي انت بتشوف النجاح ازاي؟ انت هتعمل ايه فهتبقى ناجح؟ أو كل مجال على حسب. لا مش كل مجال، الفكره بشكل عام. يعني انا محتاج اعمل ايه في اي مجال، او مش في اي مجال. انا مش بقول لك هتنجح ازاي في التدريس، مش هتنجح ازاي في السناتر، تنجح ازاي في اللغات، لا. انا امتى، او انا كشخص ايه وصفي عشان ابقى ناجح؟ مين الشخص اللي يقال عليه ناجح؟ بالنسبه لي يعني مش فلسفه قوي، بس انا بجتهد وبعمل اللي عليا، اقصى ما عليا، وبتعلم، وفي دماغي دايما ان انا محتاج اتعلم، ومحتاج ابذل احسن من كده، محتاج عندي احسن من كده، ومش مقصر. انا شخصيا النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وقد ما صاحبنيش التوفيق فيها، بس والله انا مش مقصر، وانا شايف ان انا مش مقصر، ومش مجرد انا بس. حتى لو بتاخد راي الناس بيبقى حوالين منك قريبين منك وشايفين انت بتعمل ايه، وبتاخد رايهم. يا جماعه ده في حاجه ضيفولي، في حاجه بتوحي المجال اللي انت فيه، تاخد راي ناس ناجحه فيه مثلا، ناس ماديه، ناس مثلا بتحبك وتريد لك الخير، تقول له والله بص انا عملت، وهو شافك وقيمك وقال لك انت مفيش اكتر من كده، بس مثلا توفيق ربنا سبحانه وتعالى لسه ما جالكش. بص النجاح ممكن يجيلك، فاهمني؟ يجيلك بعدين ممكن. يعني مش شرط اول ما ابدا مثلا ان انا انجح في الدنيا. يعني انا اتمنى ان انا اكون اشهر مدرس تاريخ وانجح مدرس تاريخ، اتمنى ده، بس ده يجي لي امتى الله اعلم.
ممكن مش مجال، ممكن لقمه عيش ورزق مش فيه اصلا، ده وارد ما توفقش فيه. مش انا وحش، هو ربنا سبحانه وتعالى شايل لي رزق احسن وافضل واكبر من اللي كنت هوصله في التدريس، بس في حته ثانيه خالص انا لسه مش على درايه بيها اصلا وانا شايف. بس انا مؤمن بده، فانا شايف ان انا يعني انا طول ما انا بجتهد واعمل عليا ومش مقصر ودايما بتعلم ودايما بطور من نفسي، انا ناجح في يوم نفسي عليا. او جاست هو الغريب في السؤال ده ان مفيش حد جاوبه زي التاني. يعني انا دلوقتي قعدت مع اربع اشخاص، مفيش حد جاوبه زي التاني، كل واحد جاوبه بطريقه مختلفه. والحوار ده بسطني جدا، وانا مستني اشوف على اخر السيزون الناس هتفضل، او كل الحلقات اللي هجيها الناس كل واحد شايف النجاح ازاي بالنسبه له. انا مبسوط ان انا كنت معاك بجد. احنا بقالنا دلوقتي ساعه 45 دقيقه 38 ثانيه. والله ما حسيت بيه. ولا انا والله انا كنت مبسوط جدا وانا قاعد. انا كنت مبسوط جدا ان انا كنت معاك، وانت نورتنا في ده مشهور قوي. جامد.